عندما تتسم القوة بالغموض والرعب، حيث تتلاشى الحدود بين الحياة والموت، يساق المحكوم عليهم بالإعدام نحو مصير أكثر رعبا من نهايتهم المحتومة. جزيرة غامضة يقال أنها تحمل سر الخلود، لكنها في الحقيقة تخفي كوابيس تفوق الخيال. هنا لا مكان للضعفاء ولا نجاة إلا للأقوى. يتقدم جابيمارو، النينجا الذي لا يموت، في رحلة محفوفة بالموت والجنون، باحثا عن فرصة أخيرة للحياة، لكن كل خطوة داخل هذه الجزيرة تقربه أكثر من حقيقة مرعبة، أن الجحيم ليس مكانا بل تجربة يعيشها من يجرؤ على البقاء. فهل سيتمكن من النجاة أم أن هذه الرحلة ستكون نهايته الحقيقية؟ هكذا بدأت الحكاية، حكاية جابيمارو الأجوف. كيرلي يقدم الموسم الأول والثاني من جنة الجحيم. ماذا حدث يا ترى؟ دعونا نرى ما الذي جرى. ده هو جابيمارو، شاب جامد فشخ دنجوانه ومحكوم عليه بالإعدام بسبب ارتكابه للعديد من المذابح. بنشوفه هو في ساحة الإعدام بيحاولوا يعدموه بكذا طريقة، مرة ورا التانية ورا التالتة، والمعلم مش فارقة معاه ولا بيحصل له أي حاجة. مساعدة القاضي واللي بالمناسبة اسمها الساجيري بتسأله بتقول له إيه اللي خلاك تخرج من القرية أصلا، وبالمناسبة يعني خروجه من القرية كان أحد أسباب القبض عليه. المهم الواد بيقول لها كل حاجة بدأت من لما اكتسبت اعتراف الشيخ بيا، وده خلاه إنه يجوزني بنته، لكن بنته كانت غبية، بنت باردة وساذجة ملهاش أي 30 لازمة، وده اللي بيخليه يقرر إنه يروح لأبوها وبيقول له أنا عايز أطلق بنتك. شيخ القرية بتكون ردة فعله غريبة، بيقول له بكل هدوء أنا عايزك بس تعمل لي طلب أخير. الواد بحسن نية بيوافق، ولكن بتطلع مكيدة من شيخ القرية مما أدى إلى القبض عليه. بعدها ساجيري بتسجل الكلام بتاعه في الدفتر بتاعها، بتقول للقاضي بصوت واطي جهز لي أنت الدنيا بس وسيب الموضوع ليا. وبعد كام ساعة بياخدوا جابيمارو الأوضة غريبة، بتكون موجودة مساعدة القاضي، والقاضي بيقول له دي مش أي مساعدة، لأ دي خبيرة في الفنون القتالية ومن الطراز الرفيع كمان، وكذلك هي جلادة من مستوى عالي، احنا جايبينك هنا علشان تبارزها. الواد بيحس بهالتها المرعبة، بيتخيل نفسه هي بتقطع راسه، في لحظتها بيكسر الخشب اللي مقيد ايده، ما بيلحقش ياخد نفسه والبت بتكون فوق راسه لسه تقطعها له، لكن الواد بيقدر يتفاداها بكل مهارة. بتسأله انت ليه اتفاديت ضربتي؟ مش انت كنت بتقول ان انت عايز تموت برضه؟ وقتها جابيمارو بيدرك انها جرحته، بس ساجيري ما بتديلوش اي فرصة، بتكون قدامه في اقل من لحظة وبتهجم عليه، بيقدر يتفاداها وبتقول له انت على فكرة كنت بتكذب عليا لانك كنت بتحب مراتك فعلا. ساعتها الواد بيفتكر اللحظات السعيدة اللي عاشها معاها، ده بيخليه يتعصب لأبعد درجة وبيهجم عليها بكل شراسة. بتعرف صوت ضربته وعمالة تقول له كلام بيكسر فيه، بيقول لها انت مش عارفة اي حاجة عن العالم اللي عشت فيه، عالم قذر ووسخ لأبعد درجة، علشان كده انا اجوف بدون مشاعر. بيهجم عليها واثناء هجومه بيفتكر مراته هي بتضمد جروحه، بتحضنه وبتقول له انت مش اجوف زي ما انت فاكر، بل انت كمان طيب، والدليل على كده انك ما همكش العلامه اللي موجوده على وشي. بتكمل كلامها وبتقول له ان سببها ابويا اللي عملها علشان يخليني اطيع كل اوامره بشكل اعمى. بنرجع تاني للحاضر وبنشوف جابيمارو هو متعصب، بيقول انا شخص وسخ ما ينفعش يتقال عليا انسان. بيفتكر لما كان بيرجع لها وهو مبسوط انه خد الفلوس من الناس اللي قتلهم، وعلى الرغم انها مش بيعجبها شغلانته الا انها بتبتسم ليه بكل حب. في لحظتها بيقرر يسيب الشغل الحرام وياكلها بالحلال، بيروح لشيخ القرية وبيقول له خلاص انا هبطل شغل الاغتيال. بنرجع تاني للحاضر، ساجيري بتطلع ورقة غريبة قادرة انها توقع عنه كل الجرائم اللي عملها وتخرجه من السجن. ومش بس كده، ده انت كمان هتكون تحت حمايتنا، يعني ولا مكتب قاضي ولا شيخ القرية بتاعك ده يقدر يمسك بسوء انت ومراتك، لكن الشرط الوحيد هو انك تروح للعالم السفلي
والعالم ده بكل بساطة عبارة عن أرض خصبة مليانة سعادة، ويقال إنه فيها إكسير الحياة. الإكسير ده مهم جدا لكبار السلالات، وواحدة من أهمهم هي سلالة الشوجن اللي بعتت شوية من جنودهم لهناك، لكن ما رجعتش غير سفينة صغيرة مليانة ورود. الناس اللي موجودة على المينا بيفتكروا إنه خير وبيشيلوا شوية الورد، والفاجعة إنه بيقع منها رجل شخص ميت. الهوا بيزق باقي الورد وبتطلع جثة شكلها مرعبة لأقصى الحدود. ومن وقتها قرر رئيس الشوجن إنه يبعت المجرمين اللي محكوم عليهم بالإعدام للأرض دي، وده كله طبعا علشان يجيبوا له إكسير الحياة. ساجيري بتكمل كلامها وبتقول له إن مراتك من حين اختفائك وهي قافلة على نفسها ومش بتكلم حد. لآخر مرة هسألك، هل موافق تيجي لأخطر مكان في العالم مع أخطر المجرمين، وجايزتك هي رجوعك مرة تانية مع مراتك؟ ما بيلحقش يرد، والقاضي الخنزير ده بيؤمر الجنود بتوعه بالهجوم عليهم. وقتها جابيمارو بيقول لها مش كنت عايزة تشوفي قوتي، وبيفعل قوته جمدان. في أقل من ثواني بيكون قاتلهم ومخلص على الجنود كلهم. ساجيري كمان مثبتة القاضي، وساعتها بيقول لها أنا موافق على عرضك. وبعد مرور الوقت بيوصلوا المكان مهجور تابع لحكومة الشوجن، وبيكون موجود عدد كبير جدا من أخطر المجرمين في العالم. المهم بيطلعوا جسد فيه ورد وشكله مرعب جدا. واحد من الحراس بيقول لهم ده هو الشخص الوحيد اللي قدر يرجع من العالم السفلي من ضمن ال100 اللي قبلكم. المجرمين أول ما بيشوفوا كده بيترعبوا، بيقولوا لهم احنا مش عايزين نروح. بيقول لهم انتوا حرين، اللي عايز يمشي يتفضل. وفعلا واحد من المجرمين بيمشي، لكن في أقل من لحظة بيكون الجلاد قطع راسه. بعدها بيشاور للجلادين انهم يحطوا سيوفهم على رقبة المجرمين. بيقول لهم انهم لما يروحوا للجزيرة هيكونوا مراقبين من قبل الجلادين، وهيكون لهم الحق انهم يقتلوا اي حد لو اساء التصرف. بس اثناء كلامه بينادي الرئيس، واللي بالمناسبة اسمه يودو، بيقول له قلل عددهم علشان عدد الجلادين مش هيكون كافي. وقتها بيقول للمجرمين قد بدأت الحفلة. الكل بينزل تقتيل في بعض بكل شراسة، ضربات من هنا وهناك والدم بيملى المكان. من هنا بنبدأ نتعرف على أشرس وأخطر المجرمين، اللي منهم تشوبي قدر يعمل قرية لصوص في أعماق جبل إيوو، وكوينشي اللي قدرت تغزو أحد القلاع المهمة ذات التحصين العالي. ومش بس كده لأ، ده كمان قتلت كل اللي فيها. والراجل العملاق ده بيسمى سيف التنين. لكن فوقك من كل دول، لأن أخطر واحد فيهم هو جابيمارو الأجوف. بنشوف الرئيس وهو مستغرب منه لأنه ثابت في مكانه من بداية القتال، بس فجأة شوية مجرمين بيقرروا الهجوم على ساجيري علشان ياخدوا منها السيف بتاعها. الجلاد اللي جنبها واللي بالمناسبة اسمه يازان كان عايز يتدخل، بس هي بتمنعه. في رمشة عين بتكون قطع راس المجرمين كلهم، لكن بعد ما بتقتلهم بتحس كأن أرواحهم ماسكاها. بتفكر وبتقول ليه بيحصل لي كده، لكن بيقطع تفكيرها صوت جابيمارو بيقول للرئيس إن القتل عند عدم الاضطرار ده يبقى جنون. وقتها الحارس بيحس إنه هو بيهين الرئيس، فبيقول لأحد المجرمين لو قتلته هنعفو عنك. ساعتها بيرمي على جابيمارو طوبة كبيرة، بس بيعرف يتفاداها بكل سهولة. بقى كده انت اللي جبته لنفسك. بيهجم عليه وفي أقل من ثانية بيكون قتله. بيكمل على باقي المجرمين وعمال يقتل فيهم بأسلوب وحشي. اللي بيجي قدامه بيكسر عظمه وبيفرم لحمه. ده بيخلي كل اللي موجودين مرعوبين من بشاعة المنظر. جابيمارو ايده ملطخة بالدماء والجثث جنبه. يازان بيقول أساليبه وحشية فعلا. بينصح ساجيري انها تمشي وتسيبه لانه هيكون خطر عليها، لكنها بتقول له ما تخافش عليا لان انا هقتله. بنكتشف انه اتبقى 10 بس، وبيبلغهم الحارس ان كل واحد هيكون مرافقه جلاد كمراقب عليه. المهم بيركبوا السفينة المتوجهة للجزيرة، وبعد مرور بضعة ساعات بيوصلوا للجزيرة أخيرا، وبيكون معاهم أكل يكفيهم ل3 أيام. أثناء ما هو بيتكلموا بيهجم أحد المجرمين على جابيمارو بيخبطوا في الشجرة. ساجيري بتقول للجلاد اللي معاه أنت إزاي مش رابط إيده وسايبه كده؟ بيقول لها مش هنركز على حاجة غبية زي كده. ساعتها الواد بيقوم من تاني، والضخم بيطلع سلاح عملاق من معاه، بوم بيقوم نازل بيه على راسه، بس السلاح بيتكسر. مكمل ضرب فيه، لكن جابيمارو مش همه وعمال يربط في الحبل بتاعه. بيقول له خلاص انتهى وقتك. بيهجم عليه بضربة فتاكة بيطيره لفوق. الواد ما بيلحقش ياخد نفسه، وجابيمارو بيهجم عليه بالقاضية، بس لسوء الحظ بيكون في عدد مهول من السيوف فوق راسه. لكن الواد الفاجر بيقدر يتفادى كل السيوف بسرعة مش طبيعية. العملاق بيقوم من تاني، لكن جابيمارو ما بيديلوش فرصة وبيقتله بكل سهولة. بعدها الجلاد اللي كان مراقب العملاق بياخد راس العملاق، وقبل ما يمشي بيحذر ساجيري من إرخاء دفاعها. وعلى الجانب الآخر عند الجلاد يازان، المجرم اللي ماشي معاه بيهجم عليه وبيقدر فعلا إنه يقتله.
له. بنرجع تاني لجابيمارو اللي بعد ما الجلاد بيمشي بيهجم على ساجيري، لكن بتعرف تصد ضربته. الواد عمال يهجم عليها بكل غضب ومش راحمها نهائي. المشكله ان البت تقريبا بتكون في نفس مستواه. بيقول لها انا مش بكرهك بس لازم اقتلك علشان انت عائق بالنسبه لي. مكملين قتال لحد ما جت الفرصه المناسبه انه يقتلها، لكنه ما بيعرفش. بيقول في نفسه وانا إيه اللي مخليني متردد كده؟ ساعتها بيفتكر مراته هي بتقول له من الطبيعي انك تكون مش عايز تقتل حد، مشاعرك مش نقطة ضعفك بل نقطة كمال قوتك. الواد بيقدر يتفادى ضربتها وخلاص كان هيقتلها، لكن بيمسك نفسه على اخر لحظة وساجيري بتقدر تلحق نفسها وتبعده عنها. بيهجم عليها من تاني وبيقول في نفسه القلب ده مصدر ازعاج. بيفتكر كلام شيخ القرية اللي بيقول له اقتل بدون مشاعر، المشاعر ضعف وبيها مش هتقدر تحمي حد من احبائك. كلامه بيسيطر عليه، قوته بتزيد اضعاف مضاعفة. بيقدر يكسب سيف ساجيري، وقتها بتستخدم غمد السيف وبتصد ضربته، لكن بعد بضع دقائق بيكون قدر يهزمها وبيحط السيف على راسها. عمال يحاول انه يقتلها ولكن قلبه منعه. صوت شيخ القرية بيقول له اقتلها وصوت مراته بيهديه. وقتها ساجيري بتدرك انه مش اجوف زي ما هو معروف عنه. جابيمارو بيبدأ يعيط، بيقول انا كده مش هقدر ارجع لمراتي. ده اللي بيخليها تقول له نفس كلام مراته، المشاعر مش ضعف دي نقطة كمال القوة. في لحظتها بيقدر يتملك نفسه وما بيقتلهاش. وعلى النقيض الآخر تحديدا عند سيف التنين، بيكون ماشي مع الجلاد بتاعه أثناء ما هم ماشيين في حشرة بتقرصه من إيده، في أقل من لحظة بيكون قطعها. الجلاد بيستغرب لكن بيبص على الإيد المقطوعة بيلاقيها اتحولت لورد زي الجثة. الغريب بقى إن الحشرات عندها وشوش بشرية، مما يعني إن دول كانوا بشر قبل كده، لكن فجأة بتظهر وحوش كتيرة من كل مكان. والمصيبة الكبرى إن في وحش هربان من أنمي هجوم العمالقة كمان. وكذلك الحال عند جابيمارو، بيكون ظاهر قدامهم وحش بجسم حشرة وراس سمكة. يخرب بيت الرعب يا جدعان. جابيمارو ما بيفكرش كتير وبيخش في وضعية القتال. الوحش بيهجم عليه والواد بيديله شلوت في وشه وبيكسره له، لكن الوحش بيمسك رجله وبيرزعه في الأرض. ساعتها بيفتكر كلام شيخ القرية وهو بيقول له إياك أن تقاتل عدوا تجهله. الوحش بيهجم عليه وبيرميه لبعيد. ساجيري بتطمن عليه وقتها بيقول لها احنا لازم نهرب، لكن تهرب منين يا حيلتها؟ الوحوش محاصرها من كل مكان. ساعتها جابيمارو بيخش في طور الجمدان، بينط على الوحش وبيغرز ايده في راسه وبيولع فيها. بيكمل على باقي الوحوش الاول في الثاني في الثالث وخلص عليهم كلهم. في الوقت ده الوحوش الصغيرة بتمسك في ساجيري، واحد من الوحوش العملاقة بيقرب عليها وخلاص هينهيها، لكن تنهي مين يا حزين؟ جابيمارو بيقدر يقطع ايد الوحوش ويلحقها بكل سهولة. وعلى الرغم من كده وحش السمكة بيتجدد من جديد وبيهجم عليه. في آخر لحظة بيتدخل واحد من الجلادين واللي اسمه بالمناسبة جينجي، بيخلص عليه. وقتها بتظهر المجرمة يوزوريها، واحدة من أخطر المجرمين اللي بتتميز بأساليب إغرائها اللي ما بيتحملهاش أي راجل. لا يا راجل، والله زي ما بقولك كده. وبسبب كده بتكون مراقبة من قبل 2 من الجلادين، الأول زي ما انت عارف جينجي، والتاني بقى هو سينتا. المهم البت عمالة تحاول تغرف جابيمارو، لكن الواد بيقول لها أنا عارف أساليب عشيرتك القذرة دي كويس. بتقول أنا جاية لك علشان نتعاون سوا، أنا عليا المعلومات وأنت عليك القتال. بيبدأوا يقولوا معلومات كتير جدا عن الجزيرة، من أول الحشرات اللي موجودة لحد التماثيل الغريبة اللي مبنية على الأسلوب البوذي. وقتها جابيمارو بيقرر يوافق على عرضهم، لكن فجأة البت ساجيري بيغمى عليها. بنرجع بالماضي علشان نتعرف على أخو تشوبي لما قدر يترقى لحد ما وصل لرتبة عالية. ساعتها راح للسجن اللي موجود فيه تشوبي وعرض عليه نفس الإعفاء الرسمي. في تلك الأثناء بيظهر لهم مجموعة من الوحوش الضخمة، ولكن تشوبي ما بيدهمش أي فرصة بيهجم عليهم. الواد اخوه وقتها بيفتكر لما ابوهم اعدم وامهم ماتت، كانوا بيشحتوا مش لاقيين فلوس ياكلوا، لحد ما بيهجم عليهم شويه حراميه، لكن تشوبي بيقدر يتكيف معاهم وبيبقى قائد الفرقه كمان. بس في احد الايام بيتحاصروا من الشرطه، وتشوبي بيقول لاخوه اهرب انت وارجع تاني وحررني. بنرجع تاني للحاضر، وتشوبي بيقدر يخلص على اول واحد، لكن للاسف السيف بتاعه بيتكسر. ساعتها بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا يجروا، بس وقتنا كده احد الوحوش بيمسك اخو تشوبي بيقول له تعال الحقني، لكن بيقول له استرجل كده وصرف نفسك يرحمك. فعلا الواد ما بيكدبش خبر وبيهجم عليه. تشوبي بيديله الضربه القاضيه، وساعتها بيقول له عطلتهم كويس يلا. ما بيلحقش يكمل كلامه وبيتم الهجوم عليه. بيقرب عليهم وحش عملاق وبيقول لهم ان القتل اثم عظيم،
الوحوش ابتدت تحاصرهم من كل مكان، ولكن الواد ما بيهموش وبيقول لهم تعالوا لي يا غوالي. اللي بيجي قدامه بيشق وبيفنش امه، وفعلا بيقدر يخلص عليهم كلهم. اخوه بيفتكر لما كانوا صغيرين كان قاعد بيعيط على موت امه وابوه وحالهم الحالي. ساعتها المعلم بيزعق له وبيقول له استرجل يلا، اياك تظهر اي ضعف، لانك لو عملت كده هتموت وسط القذاره دي. امشي ورايا وثق بيا لان انا الصح المطلق. ساجيري بتفوق اخيرا وبتلاقي جنجي قاعد معاها، بس البت بتنفضه وبتطلع بره. بتشوف جابيمارو هو قلب الشيف بوراكو بيعمل لهم اكل ومعاه سينتا والبت يوزو. المهم اول ما بيشوفوا الاكل اللي عمله الواد الكل بيشبع بمجرد النظر. جابيمارو بيقول لهم الوجبه دي معده من الحاجات اللي موجوده هنا، لكن المهم واثناء ما انا كنت بدور على الموارد اكتشفت ان في حبه نباتات متكونه من جثث البشر. واثناء ما هو كان بيقول كده كانت البت يوزو بتاكل الاكل، بتقول له الله يخرب بيت امك ازاي تاكلنا حاجه زي كده. وفي غروب ذلك اليوم جينجي بيقول لي ساجيري انت من بكره الصبح هتاخدي قارب وهتروحي لبيتك، ما ينفعش انثى ضعيفه زيك تكون في المكان ده. بعدين انت مهمتك يا بنتي ساموراي تعيشي حياه مرفهه وتتجوزي رئيس العشيره القادم. ساعتها بيدخل سينتا وبيقول له انت فاكر ان الرجوع بالسهوله دي؟ في الوقت ده بينتقل بينا المشهد عند الجلاد تنزا اللي اتعاطف مع المجرمه اللي معاه وعزم على تهريبها. بيقعدوا يمشوا شويه بالسفينه لحد ما بيلاقوا السفينه عملاقه. تنزا بيقول اكيد دي سفينه الشوجن، لكن فجاه بتطلع وحوش شكلها غريب جدا منها. الواد اول ما بيشوف كده بيستلسف على طول. المجرمه بتقول له يا غبي انت كده هتموتني، وفعلا الوحش بقى 10 بسبب انعكاس الاشعه الصادره من السيف. تنزا ما بيهموش كمل تقتيل فيهم ومحدش قادر عليه. اثناء جريهم المجرمه واللي بالمناسبه هي الناجيه الوحيده من سلاله سانكا بتفتكر لما لقت شويه ناس في الغابه، وقتها بكل براءه دلتهم على مكان قريتهم. الخائنين المنتسبين لسلاله الساموراي قتلوا كل اهالي القريه وبيحبسوا المجرمه. بيتقطع حبل افكارها لما بيشوفوا احد الجلادين ميت ومتحول لورد. تنزا بيترعب. المجرمه بتقول له خلاص امشي انت، انا ما استاهلش ان اعيش، انا السبب في مقتل عشيرتي. الواد بيقول لها بطلي عبط وبيرمي ليها السيف من سيوفه. بيقول لها ساعديني نروح للمركب بتاعنا بسرعه. وبعد مرور الوقت اخيرا بيوصلوا للشاطئ والاتنين بيكونوا متدشملين بالمعنى الحرفي. وفي اليوم التالي ساجيري بتقول لي جينجي انا مش هسيب المكان. بتترجى انه ينظر ليها كساموراي، وساعتها بيتعصب جامد وبيهجم عليها، بس لا البيت في ثواني بتكون واخده سيفه. بيتعصب عليها وبياخده منها وبيقول لها السيف ده روح المحارب. لكن فجاه بيظهر ورا واحد من اخطر واقوى المجرمين، مجرم عملاق بشكل مجنون. بيهجم على جينجي اللي بيحاول يهجم عليه هو كمان بسيفه، لكن بيكسره له وبيسيبه جامد في بطنه. بنشوف المجرم العملاق روكوروتا وهو لسه رضيع، كان عيل تخين وبياكل بشكل غريب. امه وابوه كانوا مبسوطين بحجمه الكبير. بتمر الايام لحد ما الواد بيكبر شويه وبيقتل عيلته، بل كمان كل اهل القريه. في الوقت الحاضر ساجيري بتجري على جينجي، بيقول لها امشي من هنا بسرعه، وهي بتقول له لا انا مش هسيبك. واثناء كده ريكوروتا بيهجم عليهم، بس في اخر لحظه جابيمارو بيتدخل بيطيروا له بعيد. ومن هنا ساجيري بتدرك ان الجلاد ايزن خلاص مات. جابيمارو بيتخذ وضعيه القتال ومن جواه هو مش عارف ازاي هيقتله، وده بسبب انه اقوى منه جسديا بمراحل. الواد ما بيلحقش يفكر وبيلاقي ريكوروتا بيرمي عليه احد الشجيرات. بيتفادى هجومه وريكوروتا بيهجم عليه من تاني بايده. جابيمارو بيعرف يتفادى ضربته، وقتها بيهجم عليه اكتر من مره بس بيعرف يهرب منه. بينقض عليه بعاصفه الصخر وللاسف ما بيتاثرش فيه، ولا تقول ان بيزغزغ ومش بيهجم عليه. بعدها بيستخدم سلاح من معاه. السلاح ده قوته بتضاهي السيف الفولاذي، بس برضك ما بيأثرش في الطور الهيجاني اللي قدامهم ده. وعلى الجانب الاخر ساجيري بتحاول تضمد جرح جينجي ولكن بلا فائده ترجع. البت بتكون مرعوبه عليه، وجينجي بيقول لها انت شخص غريب فعلا، من شويه كنت عربجيه ودلوقتي حته طريه وكمان خايفه عليا. البت دموعها في عينها وبتقول له اكيد هزعل على زميلي الاكبر في التدريب. جينجي بيقوم مديها السيف بتاعه. انا مش هقول لك اهربي يا ساموراي، لكن هقول لك خدي حقي انا وايزن، ومن ثم بيفارق الحياه. عندي جابيمارو بيكون مش قادر يعمل اي حاجه مع روكوروتا. فجاه صباع العملاق بيتقطع. ساجيري بتدخل الساحه واحلى تسجيل حضور على دماغك يلا. بتقول لي جابيمارو انها قدرت تعمل كده لما ضربته في الفجوات اللي موجوده بين صوابعه. ايه ده هو انتوا لسه هتتصاحبوا؟ روكوروتا بيهجم على جابيمارو بس بيعرف يصد هجومه بكل رشاقه. ساجيري بتحاول تقطع رجله لكن جلده بيكون صلب جدا. المريب انهم بيسمعوا الصوت غريب، وفجاه الضخم بيبدا يعيط بهستيريا وبيهجم على الواد. ما بيقدرش يتفادى هجومه وبيتشنه في مكانه. بيقوم من تاني وبيقول في نفسه يلا كمل قتال، دي ضربه مش قاتله. بس الواد بيقع على الارض ملطخ بالدماء.
العملاق بيستغل الوضع وبينقض تاني. ساجيري بتقدر تغير مسار ضربته بسيفها وبتقف بكل جبروت قدام العملاق، بتتصدى لكل هجماته بكل شراسه ومش هاممها حجمه. اخيرا بتيجي الفرصه المناسبه وبيقع على الارض. البت بكل سرعتها بتيجي ورا ظهره علشان تقطع راسه، لكن العملاق بيكون اسرع منها وبيقدر يبعد عنها. جابيمارو بيقوم بيقول لها انا جات لي فكره مهمشه شويه، وبيبداوا في تنفيذ الخطه. بيولع في الغابه بقدرته الخارقه والعملاق مش عارف يتنفس وعمال يكح، وبسبب قله الاكسجين بيقع على الارض. ساجيري بتقف جنبه وبتستعد لقطع راسه. بيهجم عليها وجابيمارو يثبت ايده في الارض، بيزعق لها وبيقول لها يلا هنموت، وبالفعل بتقدر تقطع راسه اخيرا. بعدها بياخدوها جري بكل سرعتهم لحد ما بيوصلوا لسينتا ويوزوريها. الصدمه انهم بيلاقوا قريه اسمها شينسينكو، والاسطوره بتقول ان القريه دي بيعيش فيها النساك. النساك دول يا سيدي ناس خارقين القوه ويعتبروا خالدين، دايما بيظهروا على شكل عواجيز وكبار في السن. طب ولو ظهروا لك يبقى تتشهد على روحك، لانه مستحيل قتلهم او حتى الهروب منهم، وبنسبه كبيره هم موجودين هناك. في مكان تاني عند تشوبي هو واخوه بيلاحظ حاجه غريبه بعيد. لما بيركز اكتر بيلاقي اتنين كده، وقتها الاتنين بيخشوا في وضعيه القتال. بنرجع تاني لجابيمارو، بيكون في شخص بيراقبه مستخبي ورا الشجره. الواد بيلاحظها وبيجري وراها. البت دي بتكون طفله بس سريعه لاقصى الحدود، لكن على مين؟ جابيمارو عمك يا زعيم. بيقدر يمسكها وفجاه في وحش خشبي بيهجم عليه، واخيرا باقي الابطال بيوصلوا. ساعتها بيجري ورا الطفله ويسيب لهم الوحش. ساجري بتيجي وراها هي كمان، وطبعا هتسالني هم ازاي هيقدروا يهزموه. هقول لك يا عزيزي بكل بساطه بطريقتهم الخاصه. المعلم مكمل ورا البت واخيرا بيقدر يمسك ايدها. البت بتكون نينجا وبتمرجحه. ايوه يا بت كده وريه. اول ما ساجري بتقرب بتطلع تجري، بتقول لها احنا مش هنأذيكي، كل اللي احنا عايزينه ان احنا نتكلم. والغريب انها بتفهمهم، وساجري بتقرب عليها ولسه هتكلمها قامت الخبيثه وفعلت وضع الانقضاض. جابيمارو في اخر لحظه بيدخل وبياخد الضربه. الواد وقتها بيخش في وضعيه القتال، وفي اقل من لحظه بيكون معلقها على الشجره. الصغنونه بتبدا تعيط، بيرفقوا بحالها وبينزلوها وبيبداوا يهدوها. يوزوريها وسينتا بيجوا والوحش بيقوم من تاني، بيتكلم وبيقول لهم رجعوها لي بمقابل اني هوديكم للقريه. فعلا بيوافقوا لانهم ما قدامهمش خيار تاني. لما بيوصلوا للقريه بتكون مهجوره، وبيقول لهم الشجره هي ما كانتش كده قبل 1000 سنه. المهم بيوديهم لبيته. جابيمارو لسه هيتكلم ويوزوريها بتقول له اركن انت دلوقتي انا عايز استحمى. بعد الاستحمام بقى الشجره بينزل لهم اكل، والكل بياكل الا ساجيري وجابيمارو لانهم لسه مقلقين منهم. الراجل بيبدا يحكي لهم عن المكان اللي موجودين فيه واللي اسمه كوتاكو، بيعيش هنا جميع الكائنات الروحيه والشينسينكو. جابيمارو بيساله عن اكسير الحياه وهو موجود فعلا، ولو موجود فين. بيقول له والدليل اني عندي قدره من قدراته الا وهي التجدد. اما مكانه بالظبط فهو تحديدا في وسط الجزيره، ولكن علشان تاخده لازم تجتاز الاول كائنات التنسين. بنرجع تاني للاخوين اللي بيقاتلوا واحد من التنسين دول. بيقسموا التنسين لنصين والاتنين بيكونوا مصابين بشده. الغريب انه بيطلع منه جذور شجره بتشفي كل جروحه. من هنا بندرك انهم مش بيموتوا ولا بيكبروا في السن. تشوبي بيهجم عليه بالمرزبه، اما الواد فكان فاجر، بايده العاريه بيقدر يكسر له سيفه. بينقطع المشهد بالشجره وهي بتقول لي جابيمارو واصحابه مقابلتي ليكم بصدر رحب هي اقل حاجه اقدر اقدمها لكم، لاني فعلا مشفق عليكم. بينتقل بين المشهد من تاني لتشوبي هو واخوه اللي بيكونوا سايحين في دمهم، والتنسن الوسخ ده بيرميهم في حفره غريبه مليانه بجثث على شكل ورود. بنعرف ان ده هو مصدر تكون اكسير الحياه. اخو تشوبي بيكون لسه في الروح، وبنشوف النباتات وهي بتبدا تربطه. اخوه بيبدا يقطعها وهو حزين عليه، وبالفعل بيفوق اخيرا. على النقيض الاخر عند جابيمارو بيروح للحمام علشان يغسل جروحه، وبتكون البت الصغيره موجوده. الواد ما بيهموش وبيدخل عادي، بس البت بتبدا تعيط. جابيمارو بيقول لها في قريتي كان الجميع بيتشاركوا نفس الحمام، بصرف النظر بقى عن السن او حتى ولد ولا بنت، الا شيخ القريه لانه كان عنده حمام ليه لوحده في بيته من المحظوظه. ساجري بيطلع حاجه غريبه، والبت عندها جرح كبير، وعلى الرغم ان عندهم موارد كويسه جدا للاستحمام الا ان البت بشرتها وشعرها خربانين. بتقرر انها ترد الجميل عبر انها تعلمها طريقه استخدام الموارد دي، من الاخر يعني هتدلعها. فعلا البت بتقدر تخلي شعرها حرير. البت كوافره ما فيهاش كلام يعني. طبعا هتقولي فين جابيمارو؟ هقولك حاطينه زي الكلب في اوضه صغيره كده. وقتها بيفتكر مراته وهي بتغسل له ظهره، بتقول له حاول ترتاح وقت ما يكون متاح، اعتبر نفسك جنرال وانا الاستراتيجي بتاعك وبقول لك ارتاح. ساعتها بيسمع كلامها، وبعد ما بيخلص الاستحمام بيقول لها بصفتي الجنرال
فانا بأمرك بعدم اخفاء ندبة وشك بشعرك. البت بتتبسط وبتقول له انا بحب اعمل شعري بالطريقه دي مش اكتر، لكن لو دي رغبه الجنرال فحضر يا عينيا. مبسوطه لان دي اول مره حد يتقبل الندبه اللي على وشها بل كمان يحبها. في الوقت ده بيقول للبت الصغيره لو كنتي محرجه بسبب الندبه اللي عندك فما تتحرجيش ابدا. ساجيري بتقول له مش بايديها. بيقول لها اخالفك الراي في دي لاني عارف ست بندبه كبيره ولكن ما فيش بنت تضاهيها في الجمال. ايوه يا شاعر سمعنا كمان وكمان وقول قول. لسه هيمشي قامت البت الصغيره بتمسكه بيروحوا سوا، واثناء مشيهم ساجري بتفكر وبتقول في نفسها شكله مش وحش قوي زي ما انا كنت فاكره. من هنا هنرجع بالماضي حبة حلوين لما تنزا كان لسه عيل صغير، كل الناس بتناديه بالحثالة عديم الفائدة. ضيف كمان انه كان مولود في الاحياء الفقيرة، اما امه وابوه فخلفوا ونسيوا، وده خلاه لما يجوع يسرق من المحلات ويطلع يجري. بقى عيل شاور عاجل اللي يضايقه ياخد حقه بدراعه، بيعمل كل حاجة شمال الا القتل. وفي نهاية اليوم بيفرد فرشة عادية وينام عليها لحد ما احد الايام وهو بيضرب ناس وخلاص هيقتلهم بيجي راجل غريب من الجلادين وبيقول له كفايه. تنزا لسه هيكتر معاه قام الجلاد بكم ضربه رقده. وفي الوقت الحاضر تنزا والمجرمه بيتمشوا على البحر بيفكروا في خطه للهروب، بس فجاه بيظهر شخص غريب وكانه نازل من السماء. تنزا بيتيقن ان اللي قدامه ده مش شخص عادي، لا وقتها بيطلعوا يجروا املا في الهروب، لكن ده عند امك يلا. فجاه بيظهر الواد من قدامه مره تانية بيهجم عليه بضربه غريبه، لكن استنى كده دي نفس الطريقه اللي البت الصغيره ضربت بيها جابيمارو. الضربه دي بتطير الواد لبعيد. الشخص الغريب لسه هيقرب على المجرمه ولكن تنزا بيقوم من تاني. في اقل من لحظه بيكون قطع له عينه وبتتجدد من تاني. تنزا بيقول للمجرمه واللي بالمناسبه اسمها نوراجاي هنهرب اول ما اشاور ليكي، وبسرعه خارقه بيقوم قاطع له راسه وايده. بعدها بيطلعوا يجروا باقصى سرعه عندهم والواد ما بيموتش وبيلحقهم برضه. اثناء كده سيف مجهول المصدر بيقطع راس الواد الغريب ده وبيطلع مين؟ ايوه معلم تنزا. بيقول له هي لسه فيها كلام، اهرب يا ابن الجزمه ما عندناش وقت. بنكتشف ان المعلم ده اسمه شيون، على الرغم انه كفيف الا انه قوي بدرجه مرعبه. بعد الكثير والكثير من الجري بيبعدوا مسافه كبيره عن مكان الواد. تنزا بيسال شيون انت بتعمل ايه لوحدك هنا؟ بيقول له بعد ما خلصت واجبي وقررت اروح لقيت اني مش قادر القى اي تيار يوديني لخارج الجزيره. ساعتها اكتشفت ان دي حدودي كرجل كفيف، فبدور دلوقتي على اي حد يروح معايا. تنزا ما بيصدق وبيقول له خدنا معاك احنا الاثنين. وقتها بيرفع سيفه على نوراجاي بيقول له مين البت دي؟ الواد بيتدخل وبيدافع عنها وفعلا شيون بيوافق. واثناء حديثهم بيجي الشخص ده واللي بالمناسبه اسمه جوجين. في اقل من ثانيه المعلم بيلحقهم ولكن بيتصاب جامد في حنجرته. تنزل يهجم عليه يمين وشمال وبيلوش بالسيف في كل مكان ولا ضربه حتى بتصيبه. وقتها بيهجم عليه من تاني ولكن بقوه اكبر. شيون بيقول له بعلو صوته اياك، والواد برضه عمل اللي في دماغه بس يا ريته ما عمل. بضربه واحده جين بيصيبه اصابه حاده. ساعتها شريط حياته بيتعرض قدامه لما كان شيون بيدرب تنزا. الواد بيكون فقد الشغف خالص وبيقول انا مش عايز اكون ساموراي. بيرد عليه انا مش بقول لك تكون كده، لكن علشان لو في يوم من الايام احتجت انك تحمي حد تقدر تحميه. الواد بيكون عنيد وبيقول له انا عايز امشي من هنا، فبيقول له براحتك بس لازم الاول تضربني ضربه واحده. المعلم بيكبر دماغه بيحاول يهرب بالليل بس اثناء هروبه بيقابل هايزن. بيقول له ما تخافش انا ماليش دعوه بيك، ولكن تعال اقول لك على حاجه. بيبدا يحكي له قصه اخوه شيون الصغير. كان مهتم بتطوير مهارته بيدرب اخوه الصغير، ولكن اخوه كان عيل طايش زيك كده وقرر يمشي برضه. وبعد مرور كام سنة شيون راح يشتغل عادي، لكن اللي كان تحت ايده مش اي حد، ايوه اخوه الصغير. للاسف ما كانش قدامه اي خيار. يقال انه هو بيقتله قال له انا اسف يا معلمي. بندرك انه لما هرب ما عرفش ياكل نفسه بالحلال فبدا يسرق ويقتل الناس علشان لقمه العيش. من وقتها شيون بقى شغوف بالتدريب علشان ما يتكررش نفس اللي حصل مع اخوه. تنزا اتاثر وقرر يضرب شيون ضربه واحده وبعدها يمشي. في الوقت ده تنزا ادرك انه خلاص بيموت. بيقول في نفسه خربانه خربانه. بيهجم على جين بكل شراسه وبيوقعه على الارض. بعدها بينزل على وشه وبيكسر امه. جين بيضربه من تاني في بطنه وبيبص لهم ومش قادر يتكلم. بيحاول يقول لهم اهربوا كده كلنا هنموت هنا. شيون بيفهم نظرته، بياخد البت ويطلعوا يجروا. البت بتعيط وبتصوت على الواد اللي بيخش على جين تلطيش يمين وشمال ومش حله حرفيا. بس في النهايه المعلم بيموت. بينتقل بينا المشهد عند شيون. البت تضرب فيه وعماله تعيط بشكل هستيري. بتقول له احنا هنرجع له تاني. بيقول لها هو ده اللي كان عايزه تنزا. بتبص له بالزراء وبتقول له مستحيل تكون معلمه.
بيقول لها لا انا اكتر من معلمه، الواد ده ابني اللي انا ما خلفتوش، لو ما كناش هربنا كان زماننا متنا كلنا وضيعنا تضحيته. حرفيا مشهد يقطع القلب. تنزل اللي ميت ونورا جاي وهي بتعيط حزنا عليه، وشيون اللي حاسس بالعجز والضعف والحزن انه ما قدرش يحمي تلميذه المفضل. وفي النهايه بنشوف اليوم اللي قدر فيه تنزا يضرب شيون، لكنه طلب منه الاستمرار في تدريبه. شيون اتبسط جدا منه ووافق على طلبه. على الجانب الآخر عند جابيمارو، سينتا بيكون متوتر وتعبان على الآخر، مش عارفين هيعملوا إيه، لكن أنسب حل في الوقت ده هو النوم. الكل بينام ما عدا جابيمارو. بيقول في نفسه أنا ما عنديش وقت، أنا لازم أرجع لمراتي. وقتها بيقرر إنه يروح لوحده لوسط الجزيرة. المنطقة دي يا صاحبي اسمها هوراي، وهي دي المنطقة اللي متواجد فيها إكسير الحياة. المهم الواد بيجري وبيكون الضباب كثيف جدا. أثناء ما هو بيجري بنلاحظ إن البنت الصغيرة ماي بتجري وراه. الواد مكمل جري لحد ما بيوصل لبوابة عملاقة، ما بيلحقش يفكر في اي حاجه وبيلاقي نفس الشخص اللي قتل تنزا قدامه. جين بيقول له امشي، ماليش نفس اقاتل البشر دلوقتي. جابيمارو ما بيدروش فرصه وهجم عليه، هوب كسر دراع جين، ضربه كمان بتكسر له رقبته. الواد عنده قدره علاجيه رهيبه. على مين يا عزيزي؟ جابيمارو بيمسكه تلطيش يمين وشمال وبيولع فيه. الواد فاكر ان كده خلاص مات، ولكن جين بيقوم من تاني، بيرزع بوكس بيخبط ابوه في الجدار. جابيمارو بيقوم ولا كأن حصل له اي حاجه. بيخشوا في التحامات جباره بعد الكثير من الفرق والمرك. جابيمارو بيجرب يضربه في بطنه بكل قوته وفعلا بيتأثر فيه. مش هننتهي بكده، جين بينقض مرة تانية على ما عليه ولكن بقوة غريبة، سرعة مش طبيعية لدرجة ان ضرباته لا ترى بالعين المجردة. جابيمارو بيتجنن، بيقول خربانة عمال ياخد ضرباته ومكمل لحد ما بيوصل عنده. بينقض عليه بكل شراسة. مبدأه حاليا هتديني بوكس هديهولك 10. فعلا القتال بيحتدم لأقصى الحدود، وجابيمارو اتدخل في طور الجنون. ضرباته بقت زي الرصاص، حرفيا بيعمل من جين لحمة مفرومة. واخيرا بعد معاناة بيقدر يهزم جين، بس ده اللي كان فاكره. الواد بيبدأ يتحول لوحش مهيب مكون من العديد من الازهار. بيمسكه خلاص يقتله. وقتها بيفتكر شيخ القرية وهو بيقول له فنون الشينوبي ال20، لما تواجه الموت اعمل اكبر ضرر ممكن بالعدو، ما تخافش لانك هتعمل كده بشكل غريزي، وده بسبب التدريبات اللي اتدربت عليها. جابيمارو بيقدر يحرق جزء من الوحش الغريب، ولكن بعدها بيقع على الارض ومش عارف يتحرك نهائي. ساعتها بيجي طوق النجاة، مي بتتدخل وبتستعمل درع حماية وبيطلعوا يجروا هما الاتنين، والواضح كده ان جين كان يعرفها. على الجانب الاخر الشباب الطيبين بيكونوا خايفين على جابيمارو ومش عارفين هيعملوا ايه. الشجرة بتقول لهم انا هاجي معاكم لان مي مش موجودة وشكلها راحت وراه. بينتقل بين المشهد عند التنسين السبعة، كلهم بيتناقشوا عن البشر اللي موجودين على الجزيرة، واثناء نقاشهم بيبدأوا يتنمروا على جين، بل كمان واحد منهم بيدمر له راسه. ساعتها بيجي شخص باين عليه انه اقوى واحد فيهم، بيقول لهم ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه دوت، احنا عائلة ما ينفعش نأذي بعض، الا انا الوحيد اللي مسموح لي اذي اي حد فيكم، وانتوا برضو لازم تطيعوني. المهم بيصب مشروب غريب كده وبيخليهم يقسموا بالطاعة للرئيس بتاعهم. اول ما بيشربوا جين وشه بيرجع طبيعي من تاني، وقتها بيقسم من جواه انه هيقتل جابيمارو. بنرجع تاني للزعيم اللي بعد الكثير من المشي في الضباب بيوصلوا لمكان غريب فيه اشجار عماله تغني شعائر دينيه. الشجره بتبدا تقول لهم على حكايه الامر ده، بتقول لهم كل اللي على الجزيره ديت كانوا بشر في البدايه، لكن قبل ما بيموت اي شخص بيتحول لشجره، فقبل ما بنموت بنقعد هنا نغني الشعائر دي. فمثلا انا كنت متجوز ومخلف، ودي بنتي كانت اول واحده ماتت في عيلتي. وعلى الناحيه التانيه عند جابيمارو بيفوق بيلاقي قدامه سيف التنين. الاتنين خلاص على وشك القتال، لكن الجلاد إيشيكاوا بيوقفهم. بيسأل جابيمارو عن البت الصغيرة وفين الجلادة المراقبة عليه. الواد بيقرر يتحالف معاهم، بيقعد على الأرض وبيقول لهم ليه ما نشتغلش سوا. سيف التنين بيهجم عليه بسيفه، ولكن الواد بيفضل ثابت. ساعتها بيعرف إنه بيتكلم بجد ومش عايز يضحك عليهم. المهم بعد ما بيقول لهم عن التنسين ومدى قوتهم، الاتنين بيترعبوا. في الوقت ده بقى بتصحى البت الصغيرة مي. الواد بيلاحظ حاجة غريبة، كانت طفلة قبل بضعة لحظات وأما دلوقتي بقت إنسانة كاملة النمو. أثناء تفكيره بتناديله باسمه جابيمارو. بيشكرها على إنقاذها له، وبيقول لها لو تقدري تتكلمي فقولي لي إيه الطاقة الغامضة دي، وكمان إزاي أقدر أستخدمها، ومين هم التنسين وإيه نقاط ضعفهم. بتقول له قوة التاو. بعدها بتبدأ تقول كلام غريب، تاو قوي وضعيف، عقل وجسد، وكلمات متقطعة كتير ومش مفهومة. أنت أكيد دلوقتي جالك فضول تعرف إيه التاو دوت. ما جالك
مالكش؟ برضه هقولك. التاو هو عبارة عن القوة اللي بتتدفق في كل الحاجات اللي موجودة في عالمهم، يعني انك لو لمست التاو كأنك لمست اصل الكون. بنروح عند شيون، نوراجاي بتتحايل عليه انه يدربها وبتقول له انا زهقت من كتر ما شفت الناس بتموت وهي قدامي، من اول عشيرتي وجدي لحد تنزا، دربني ارجوك. شيون في البداية بيكون رافض رفض تام، لكن بسبب اصرارها الحد بيوافق. بيبدأ يقول لها ازاي بيشوف العالم رغم انه كفيف، فبيقول لها بص يا ستي، كل الحاجات اللي موجودة في العالم بتطلع موجات فريدة وانا بقدر احسها واعرف كل حاجة، ولعلمك الموجات دي مش بتطور الحواس بس، لا ده كمان بتطور القدرات الجسدية بشكل رهيب. وعلشان توصلي للمرحلة دي لازم يكون عقلك مش قوي جدا ولا ضعيف جدا. نوراجاي بتقول له طب علمني مهارات السيف. بيبدأ يعلمها الاساسيات والبت فعلا بتبدأ في التطور. بنروح تاني لتاميا، بيكون في جيش جرار من الوحوش جاي عليهم، وقتها بيشيل مي على كتفه وبيقول لها علميني. على النقيض الاخر عند تشوبي بيشيل اخوه المصاب وبيطلع بكل قوته. اول ما بيطلعوا بيلاقوا شخص غريب، بنكتشف ان ده واحد من خدام التنسن وبيتعاملوا معاهم بشكل مباشر. بيأكد لهم انهم مش الوحيدين اللي جالهم شخص من خدام التنسن، بل كل البشر اللي على الجزيره. تشوبي بيقول له خلص عايز ايه؟ ساعتها الراجل الغريب بيطلب منهم انهم يرجعوا تاني للحفره. في لحظتها تشوبي بيهجم عليه، الراجل الغريب بيرزعه بوكس في وشه، بس على مين يلا؟ الواد بيقطع له دراعه بكل سهوله. المشكله ان عنده نفس قدره التجدد بتاعه التنسن، بل وكمان بيقدر يستدعي وحوش كتيره. بيقول لاخوه اقتل الوحوش الصغيره وسيب الباقي ليا. بوم كل الوحوش ماتوا خلاص. تشوبي بيهجم عليه وعمال يحاول يضربه لكن بلا فائده ترجع. الراجل عمال يتسلى عليه لحد ما بيلاقي الفرصه المناسبه. في ثانيه بيكون عمل له شق ضخم في رقبته. اخوه الصغير افتكر انه كده خلاص اخوه الكبير مات، بس لا، الواد بيفوق على الوحش بحركه مبغته وبيقطع له رقبته. الغريب اكتر انه بتظهر له علامه على رقبته، العلامه دي بتخلي الجرح اللي على رقبته يشفى. بيكمل على الوحش وبيكسر له ايده، بس في قلم اللحظه دراعه بيتعالج. الراجل بيلاحظ مدى تطور التاو بتاع تشوبي. استوب ثانيه واحده كده، لازم نتعرف على الندبات اللي موجوده في وش تشوبي. فاثناء لما كانوا صغيرين والعصابه قالت لهم كده شكلكم عيال فرافير ومحدش هيخاف منكم، لازم شويه جروح. بدون ادنى خوف الواد بيمسك سكينه وجرع عينه. في الوقت الحاضر بيهجم عليه في بطنه. الراجل الغريب مرعوب بسبب تطور تشوبي المرعب. ده بقى يقدر يشوف قوه التاو ويجمعها في حته واحده من جسمه. ساعتها بيستخدم التاو في قتل الراجل وبيقدر فعلا انه يقتله، لكن المصيبه ان العلامات اللي عليه دي عماله تزيد ومحدش عارف نهايتها ايه. على الجانب الاخر تامي عمال يحاول يستخدم التان، بس كل مره ماي بتقول له غلط لانه بيستخدم القوه الغاشمه. كذلك الامر ينطبق على جابيمارو. في الوقت ده شخص غريب بيهجم على ماي. تاميا بيصد هجومه، ولكن فجأة في شخص بيخطفها منه وبيقول لي ماي انا كنت بدور عليك في السر بعد ما طردتك من القصر، احنا محتاجين مساعدتك. جابيمارو بيدخل وبيقول له انت مين يالا وايه علاقتك بيها؟ بيقول له البت دي شبه التنسن وغذاها الاساسي هو لحم البشر. بعدها بينزل على رجله وبيترجاها انها ترجع تاني علشان تقودهم. البت بتعيط، جابيمارو بيتدخل لحمايتها، وفي اللحظه دي بيظهر واحد تاني من الوحوش. بيبداوا في استدعاء عدد ضخم من الفراشات والحراشات، وتاميا بيتجنن. بيقول الكلب عديم القيمه اللي هناك ده هو سبب قطع ايدي، ده انا هوريك العذاب اشكال والوان يلا. بيتصف وشه فجاه بضربه غريبه، وفي اقل من لحظه الاثنين بيهجموا على جابيمارو وتاميا. جابيمارو بيسالهم انتوا عايزينها ليه، والرد القذر انهم بيحتاجوها في التدريب بشكل ما ينفعش اقول لك عليه. جابيمارو بيطلق عنان قوته وهالته بتنتشر في المكان، وحرفيا الكل مرعوب. الاثنين بيتحولوا لوحوش استعدادا للقتال. جابيمارو بيهجم على الاول وبيحرق ايده، ساعتها بيهجموا عليهم بكميات مهوله من الحشرات. بيعمل حاجز عملاق من النار، وايشيكا بيقول له علشان تشوف التاو لازم تكون دماغك قويه وضعيفه في نفس الوقت، بس مش هتقدر تستخدمها الا لما ماي تحذف لك قوه التاو، وده عبر لمس مركز التاو بتاعك. فعلا البت تضغط على ايده والواد بيحس بشعور غريب. اخيرا الواد بيفهم طريقه استخدام التاو وبيقدر يحس بقوتها ويتفادى ضربات الوحش، بل وكمان بيتنبأ بحركتهم وبيهجم عليهم بنفس هجوم التنسن. بيقدر يوقع الوحشين ولسه جابيمارو هيستجوبهم. واحد منهم بيحاول يغفله، ولكن هو وتاميا بيعملوا احلى دويت وبيقدروا يخلصوا عليهم. بينتقل بينا المشهد عند ساجيري. بيخشوا كلهم مكان غريب، واول ما بيخشوا بيكون في راجل في اخر المكان. ما بيلحقوش يفكروا بيلاقوا راس الشجره مقطوعه. شكلهم داخلين على سواد السواد يا باشا.
يوزوريها بتخاف وبتهرب، الواد سرعته مرعبة وبيقدر يمسكها في أقل من لحظة. الشجرة بتقول خلاص دي نهايتي، بس على الأقل ادفني جنب عائلتي وغني الشعائر الدينية. التنسن اللي قدامهم بيقول له كل دي خرافات الرئيس عملها علشان يسكتكوا، وقتها بيستدعي شوية بشر ميتين بيمسكوا يوزوريها، بيصدمهم بالحقيقة المرة، بيقول لهم انتوا جايين هنا على الفاضي، لأن مفيش حاجة اسمها إكسير الحياة أساسا، اللي موجود حاجة اسمها التان، لكن لو أي إنسان عادي شربه هيموت بكل تأكيد. اثناء كلامه يوزوريها بتقدر تفك نفسها وبتهجم عليه، قدرت انها تقطع له راسه ودمرت له ظهره. البنت افتكرت ان كده خلاص مات، بس لا، بيتجدد من تاني ويوزوريها بتهرب. حراس الواد ده بيلحقوها وبيهجموا عليها بهجوم مريب، بتعرف تتفادى ولسه هيكلمها قام سينتا بيدخل، بيقول له لو عايز تقتلها تعالى واجهني الاول. المعلم بينفض له، ساجيري بتكون مصدومه مش مصدقه ان سينتا استل سيفه، والمين ده المجرمه. ساعتها بتشك انه بيحبها. المهم الراجل بيهجم على ساجيري وبيطيرها لبعيد، سينتا بيهجم عليه وقطع ايديه الاتنين ورجله، بيقول له ما تتدخلش يا دبدوب انت. وقتها يوزوريها تستخدم اليانجيتسيا بتاعتها وبتطلع خيوط كتيره بتربط بيها الواد، ومش بس كده لا، دي كمان الخيوط بتحرقه، بتهجم عليه بالخيوط تاني وبتقطع له الجزء العلوي كامل. المصيبه انه بيتجدد تاني. سينتا ويوزوريها بيحاولوا يقتلوه ولكنه سريع جدا، عمليه تفادى ضرباتهم كلها، بل وكمان بيوقعهم هما الاثنين على الارض. ساجيري بتسال الشجره عن نقطه ضعفه، في البدايه بيكون فاقد الامل ولكن بتقول له علشان تشوف ماي قبل ما تموت حتى، بيوافق على طلبها. ساعتها بتهجم على التنسن من خلال انها بترمي السيف على بطنه، بتقوم جرح اكبر في جزء معين من جسمه، حسب كلام الشجره ان ده هو مركز التاندم بتاعته اللي لو قطعته هيموت فورا، ولكن الخطه ما بتنفعش. بيشفي جرحه بيقول لها انت مش هتعرفي تهزميني مهما عملتي بسبب انك ما بتعرفيش تستخدمي التاو. بتقول له بس كده، بتستخدم تقنيه تنفس وبتقدر تضاعف التاو بتاعها بشكل مهول، بتجرحه في وشه، والغريب انه ما بيتجددش من تاني. يا حلاوه. المعلم بيختفي فجأة وبيظهر قدام ساجيري، لكن يوزوريها بتقدر تقيد حركته، ساجيري بتهجم عليه وخلاص هتقطع راسه، برضه بيبعدها عنه. سينتا عمال يقتل في الحراس الصغيرين، والاهم العيال بيقدروا يقطعوا ايده ورجله. وقتها بيطير في السماء وبيعالج كل جروحه، بيهجم عليهم بهجوم كاسح ماسح للوجود وبيصيبهم جامد. يوزوريها بتربط رجله فبيقوم هاجم عليها بنفس الهجوم، واقفه بكل شموخ وبتتلقى ضرباته بدون ما تتحرك، بترزعه في الارض وسينتا بيثبته بسيفه. ساجيري بتجري بكل سرعتها تستخدم اساليب تنفسها وبتقطعه لنصين. وبعد مرور بضعة ساعات بنشوف ساجيري وهي قاعدة مع سينتا وبيتكلموا، بتسأله انت بتحب يوزوريها؟ الواد بيتكسف بس بيقول لها لا، ده انا بحسدها على حريتها مش اكتر. بيبدأ يقول لها قصته من لما كان عيل صغير وبيحب الرسم جدا، كان نفسه يبقى فنان بس اهله جبروه انه يتدرب في عشيرة يامادا، او بمعنى اصح يعني يكون جلاد. كان كاره الشغلانة بسبب قتل الناس، فحاول يدور في كتب الدين حاجة تبرد ضميره، وقال لك انه ما لقاش. من ساعتها قفل على قلبه بضبة مفتاحه بقى بيقتل الناس بكل بساطة، ومن يوم ما شفتها بقيت بحس قد ايه هي حرة بشكل مبهر. ده بيخليني احس بالغيرة اللي بتقطع فيا كل يوم. المهم يوزوريها بتلاحظ حاجة غريبة، جثة الواد بقت محاطة بعدد كبير جدا من الورود، بس فجأة وردة من دول بتهجم عليها. سينتا في اخر لحظة بيدخل وبياخد الضربة في صدره، هو دماغه بتزرع وبتبقى كلها ورود. المصيبة الكبرى انه بيتحول لشكل عملاق مرعب جدا، بيهجم عليهم بس بيجي شين وبيصد الهجوم، وفعلا دخول الرايق يسبب حرايق. بيؤمر نوراجاي انها تبعدهم عن ساحة المعركة وتشيل الورود من وش سينتا، بتعمل كده فعلا ويوزوريها بتحط كريم على وشه هيوقف النزيف، بس فجأة الوحش بينزل بهجوم مدمر في كل مكان. وقتها العيال بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا يجروا، بيشوفوا شين وهو بيقاتل ومذهولين من قوته، ما بيلحقوش يطمنوا، بيلاقوا الواد ظهر عليه شوية ورود في كل مكان. في لحظتها بيقطع الورد بسيفه، والحركة دي بتسبب له جروح كتيرة. ساجيري بتقرر تخش المعركة معاه وكذلك نوراجاي. يوزوريها بتقول لها ما انا مش هاجي علشان تعبانه، فبتقوم نوراجاي حضنها، بتبص لها كانها عبيطه. بتعمل نفس الحاجه مع ساجيري اللي بتحس فعلا بتحسن كبير. بنكتشف ساعتها انها كانت بتعمل كده دايما لجدها اثناء المعارك، كان بيقول لها انها بتقلل الارهاق، ومن الواضح كده يا عزيزي ان ده نوع من التاو. الاتنين بيخشوا ساحة القتال وبيغطوا كل حتة في جسمهم بالهدوم وسائل يوزوريها علشان ما يحصل لهمش نفس اللي حصل مع شيون. خطتهم بتكون عبارة عن ان ساجيري والبت الصغيرة هيلفتوا انتباهه ويهجموا عليه من قدام، وهو يستغل الفرصة المناسبة ويخلص عليه. بيبدأوا في تنفيذ الخطة والاتنين سرعتهم عالي العال، عاملين اداء خرافي. شيون بيجري لظهر الوحش عمال يتفادى ضرباته بكل مهارة ودقة، ساعتها بيقرر يقتله مهما كلف الثمن. بيخش عليه وبيتصدى لكل ضرباته وهجماته بطريقة مرعبة، سرعته خارقة. ساجيري بتساعده
ميتو بتثبت ايده وهو بيطلع فوقه، بيكون محتار فين مكان التاندم بتاعه علشان يطعه. سنتا بكل ما عنده بيقول له اضرب في مركز البتالات لانه نبات. فعلا بيطلع ده هو المكان الصح وبيطلع منه روس كتيره من نفس التنسن. وقبل ما يموت بيشكره، قال له شكرا ليك انك ريحتني بعد 1000 سنه من العذاب. التنسن يموت ويختفي منتجا خلفه الكثير من الزهور. وبعد القتال ده ساجري بتجري على سنتا، يوزوريها بتقول لها نص ساعة كمان وهيموت. بتقول لها طب استخدم المرهم عليه، بترد عليها بكل قسوة بانه لو استخدموها على شيء هيكون احسن. بتقول لها طب نص لده ونص لده، فبتقول لها لا طبعا انا عايزة شوية ليا انا كمان، لانه في النهاية هو هيموت كده كده، وهدفنا اساسا من المجيء لهنا هو البقاء على قيد الحياة. يوزوريها بتنزل على الارض وبتقعد جنب سنتا، بتقول له تخيل شكل جميل او حد بتحبه من عيلتك او شخص غالي على قلبك. وبعدها استرخي تماما يا سنتا. بيتخيلها وهي ماسكة راسه وهو على وشك الموت. وبعد مرور شوية وقت حلوين بنشوف ساجيري وهي واقفة جنب قبر سنتا، بتبص لهم وبتقول لهم والدموع في عينيها شكرا يا يوزوريها على كلامك من شوية وعلى هدوءك، لأن المهم دلوقتي هو النجاة. من دلوقتي أقسم إني هعمل كل جهودي للرجوع كلنا أحياء بدون ما يموت حد فينا من تاني. على الجانب الآخر جابيمارو بيفوق بعد ما أغمى عليه بسبب فرط استخدام قوته. أول ما بيصحى بيبعد عنهم وبيسألهم إحنا فين وأنا جيت هنا إزاي، بيقولوا له على المكان وإنهم شالوه بعد ما أغمى عليه. بينقطع المشهد برجوعنا تاني لساجيري اللي بيخشوا قصر غريب جدا محاط بالتماثيل. بيقعدوا يرتاحوا في أحد الأوض ويوزوريها ونوراجاي بيخشوا يغيروا. أما شيون فبيقول لي ساجيري عن التاو إنه بيكون موجود عند كل الناس بالفطرة، لكنه محتاج تدريب غير طبيعي وقدرات خارقة كمان. وعلى الرغم من انه بيديك قدرات خارقة للطبيعة، فالافراط في استخدامه بيؤدي لاضرار كبيرة، منها مثلا تسبيب تغيرات نفسية او جسدية زي اللي حصل مع تشوبي، او حتى ممكن يأثر على وعي الشخص او ذكرياته زي جابيمارو. يوزوريها بتقول لها طب عدم وجود اكسير الحياة ده هنعمل فيه ايه؟ البنت بتقول لها لا اكيد موجود، لان شيخ قرية جابيمارو كان خالد. يوزوريها بتقول لها ان دي احد اساليب الشينوبي، وهي انك تظهر لشخص قدرات خارقة للطبيعة رغم انها مش موجودة عندك اصلا. بتسألها كمان عن الشخص اللي جابيمارو بيحاول يجيب اكسير الحياة علشانه، فبتقول لها مراته واللي تبقى بنت شيخ القرية. يوزوريها بتقول لها لو كنت شغلتي عقلك اللي عامل زي البصلة ده لمدة دقيقة كنت هتفهمي انه مستحيل يحصل كده. ايوه الشينوبي بيكونوا مجرد ادوات لشيخ القرية، كل اللي بيعملوه هو تنفيذ الاوامر. زوجة جابيمارو مش اكتر من وهم من صناعة شيخ القرية. يا نهار ابيض، الواد الغلبان قتل نفسه علشانها وفي الاخر تطلع وهم مش اكتر. بنرجع تاني لجابيمارو، عقله بقى في كنافة خالص منه، مش عارف مين اللي قدامه دول ولا هو فين ولا ايه اللي بيحصل له، لكن كل اللي فاكره ان هو اقوى نينجا في قريته. الحاجة الوحيدة اللي فاكرها كمان هي اسمه ولقبه جارانو جابيمارو. مي بتلاحظ ان في حاجة غريبة بسبب ان دماغه بتكون مختفية لما بتشوف التاو بتاعه. وفي نهاية ذلك اليوم جابيمارو بيكون قاعد لوحده بيستجمع شتات افكاره، بيبدأ يفهم اخيرا ان مراته كانت وهم. وعلى ناحية أخرى عند اجتماع اليامادا مع الشوجن بنشوفهم هم يستجوبوا الجلاد الوحيد اللي رجع وهو الجلاد جيكا. بيقول لهم إن سبب رجوع المبكر إن المجرم بتاعه مات على إيد تشوبي وهم في السفينة، ولما حاول إنه يرجع تاني الأمواج وديته للجزيرة. ساعتها بيسألوه إزاي رجع منها، فبيقول لهم مش ده المهم، المهم إن نصيحتي ليكم إنكم تبعدوا عن الجزيرة الملعونة دي، لأن وحدهم الحمقى والصبيان هم اللي بيجرؤوا على دخول عش الدبابير. حرفيا دي إهانة صريحة للشوجن. وقتها الراجل اللي جنب جيكا واللي بالمناسبة اسمه شوجن بيعتذر ليهم على اللي تدبوا. الراجل لسه هيهزقه ولكن صاحبه بيمنعه بسبب قوة شوجن المهولة وسلطته العالية وإيده الواصلة في الحكم. الأهم الراجل بيبدأ يقول خطاب رئيس الشوجن اللي بينص إنهم يبعتوا مرة تانية جلادين أقوياء مناسبين للمهمة. فلو أنت ما تعرفش يعني، فعشيرة يامادا أسايمون هم اللي مسؤولين عن الجلادين زي ما شفنا من بداية الأنمي. المهم بعد ما بيخرجوا من الأوضة شوجن بيعيط على أصحابه لأنه كلهم قال إنهم هيبعتوا تقرير في اليوم الثاني، وها نحن في اليوم الثالث ومفيش أي حاجة اتبعتت، فيا ترى هم ماتوا ولا لسه؟ بيقرروا إنهم في صباح اليوم التالي هيروح هناك، بس هيكون معاهم 2 كمان. وعلى الجانب الآخر عند جابيمارو والشلة الكريمة بيكونوا متوجهين لقصر التنسن، ولكنه أثناء ما هم ماشيين فجأة تشو بيظهر قدامهم وبيهجم على جابيمارو. الواد بصوته ضربته وبيهجم عليه وكسر له رقبته. مي بتقول له اهرب بسرعة، التاو بتاعه هائل بشكل مرعب.
فعلا تشوبي بيقوم وبيرزع جابيمارو في الارض، وها قد دخل الاسطوري جابيمارو في وضعيه القتال. بيهجم عليه وبيقدر يطلع عينه بهجمه بغيتها بيمزق قوات الرجل باسنانه. بعدها الاتنين بيخشوا في التحامات مع بعض، تلطيش من هنا وهناك، بوكسات على شلاليت، والمعركه درمغه. المجنون جابيمارو قطع له الشريان السواتي، ولو ما تعرفش يعني فده اهم شريان في الجسم، ولو اتقطع هتموت بسبب كثره النزيف. المشكله ان الواد ده في حاجه مش طبيعيه، الشريان بيتعالج من تاني بس تظهر علامه غريبه على مكان الاصابه. في اللحظه دي تشوبي بيكسر الارض من تحت جابيمارو، بينزل من وراه وبيهجم عليه. جابيمارو اثناء ما هو بيتضرب قام عض صوابعه وقطعها له، وكذلك بتتعالج مره تانيه. الاتنين مكملين ضربات يمين في شمال ومش راحمين بعض. وفي تلك الاثناء اخو تشوبي واللي بالمناسبه اسمه توما بيهجم على سيف التنين اللي بنكتشف ان اسمه جانتي سوساي، لكنه بيقدر يمسك سيفه وبيتعصب. بيقول له انت ليه هجمت عليا انا الاول؟ علشان يعني انا بايد واحده وفاكر ان الفريسه الاسهل؟ تبقى غلطان. رزع روسيه جابت له ارتجاج برو ماكس مع صداع ما بيتشلش. المهم الواد بيهجم عليه بس المره دي بيثبت سيفه في الارض، بيديله بوكسين بينيموه. بينقطع المشهد بقتال جابيمارو وتشوبي اللي نازلين تكسير في بعض. جابيمارو بياخد هجمه قويه جدا بترزعه في الارض، وقتها بيستخدم النار بتاعته. بيفتكر شيخ القريه وهو بيقول له لما تواجه الموت الحق اكبر ضرر بالعدو قبل ما تموت. فعلا بيخش عليه تلطيش ومش راحم امه، عمال يقطع فيه بشكل وحشي لاقصى الحدود. جابيمارو بيقول له من تشبث بالحياه لن يقدر على هزيمه من احتضن الموت. بيقول له انت معاك حق يلا، وفجاه بيتحول لشكل مهيب وحشي مرعب محدش هيقدر يقف قدامه. جابيمارو بيحس بالخطر وبيبعدوا عنه. الواد بيهجم عليه بالايدي بتاعته الكتيره دي، وجابيمارو بيقدر يصد هجومه بنيرانه الحارقه. شوبي بيستغل هجومه وبيهجم عليه ضربات من كل الاتجاهات ودعكه حرفيا، بس بيقول له زودتها يا رحمك. بيولع فيه بالمكان اللي عليه لدرجه ان تشوبي بيخش جوه وعيه. بيشوف مكان مظلم وقدامه دوامه حالكه السواد بداخلها موجوده صوره جابيمارو. في لحظتها بيتعصب جامد وبيحاول يقتله، وعلى الرغم من كده بيقدر يهرب من هجماته. جانتي سوساي بيقول هو ليه مش بيستخدم التاو بتاعه. ماي بتقول له انه مش هيقدر يستخدم التاو لانه نسي الطريقه اصلا، مما يعني انه هيخسر قدامه بنسبه 100%. لكن هل تفتكر يا جمادان انه هيقدر يفوز على الولد الدنجوان؟ تبقى غلطان يا غلبان. الواد بيخش عليه بنيه الاعدام، داخل عليه وعمال يتفادى ضرباته بكل مهاره وخفه. من منظور تشوبي الواد ابتدى يفقد السيطره على نفسه، الطاقه اللي جواه بتستحوذ عليه، بس وقتها بيدخل اخوه الصغير علشان يكلمه، لكن بيصيبه جامد والواد مكمل وبيقول له اسف، انا كنت فاكر اننا بنقاتل جنب بعض، ما كنتش اعرف انك المحارب الوحيد على ارض الساحه. تشوبي بيتاثر بكلامه وبيرخي دفاعه اللحظه. جابيمارو بيجري بكل سرعته علشان يقتله، ولكن ماي بتستخدم قوتها وبتكسر الارض من تحت رجليه، لانه لو هجم عليه دي هتكون نهايته بسبب ان التاو بتاعه هيخلص. ولو نسيت يعني فالتاو لو خلص من جسمك هتموت لا محاله، لان دي هي طاقه الحياه. المهم جابيمارو بيرزع تشوبي طوبه في دماغه بتوقعه في الحفره العملاقه، واثناء ما هو بيقع بيقول لاخوه استناني يا اخويا. بعد كده ماي بتتعب جامد بسبب استخدامها المفرط لقوتها المره دي، والغريب اكتر انها كبرت في السن فجاه وبقت شابه كامله الانوثه. وعلى الجانب الاخر الشجره بتقول في نفسها انا متاكده ان دول هيقدروا يهزموا التنسن. وفي الوقت ده اخيرا بيتقابلوا مع جابيمارو والشله الكريمه. ساجري بيتعرف فوتشي على الخبر المحزن وهو وفاه سينتا صديقه العزيز واخوه الذي لم تلده امه. الواد بيعيط عليه بحرقه جديده وبيفتكر كل الذكريات اللي عاشها معاه. وبره عند ساجيري وجانتي سوساي لسه هيتعاركوا مع بعض بالسيف، ولكن يوزوريها بتوقفهم لان على الحال ده جابيمارو هيموت. بتقرب عليه تشوف حالته، ولكن فجاه بيفوق وبيرفض انها تضمد جراحه. شيم بيقول له انت كده هتموت، بيرد عليه بانه مش مهم ولسه هيبرطم كتير. ساجيري بتقرب منه وبتقول له تعالى ما تخافش انا هقدر اعالجك، انا مش عدوتك يا جابيمارو، انا حليفه مهمه. وبتحاول تلمسه لكنه برضه بيرفض. مره في الثانيه بتتعصب على امه وبتديله نص بيفرش على الارض. بتقول له وصف الحليفه المهمه ما يكفيش علاقتنا، لا لانها علاقه عميقه جدا واحنا دلوقتي محتاجين مساعدتك. لو انت رافض يا جابيمارو بعدني عنك. فعلا الاثنين بيشتبكوا بالايدي، وجانتي سوساي بيقول له هم بيلعبوا عريس وعروسه ولا ايه يا جدعان؟ ماي بتقول له لا، اللي بيعملوه دلوقتي هو علاج لطاقه التاو واسمه البوتشو جوتسو. المهم ساجيري بتقول له ما فيش شخص نفسك تشوفه تاني. اخيرا بيفتكر مراته. بيمشوا شويه لحد ما بيوصلوا الكهف كده وبيقعدوا يتكلموا. جابيمارو بيبلغهم برجوع ذكرياته مره تانيه وكمان على سبب وجوده هنا. يوزوريها بتقول له انت متاكد ان مراتك مش وهم؟ ساعتها بيقول لها لا هي حقيقه لان اقدر احس بكده. بتساله يعني ايه الدليل فعلا انها موجوده؟ بيقول لها مثلا اسمها يوي، صوتها حاد وبطيء شويه، طريقه قفل عينيها لما تضحك، شعرها الحرير لما الهوا يزقه، وكمان ريحتها وشكلها يعني حاجه كده اخر لفظفه. وعلى الجانب الاخر تشوي بياخدها دحرجه من فوق الجبل لحد ما بيوصل للارض. يا دوب بيتعالج وبيقوم بيلاقي واحد من التنسن قدامه.
المعلم بيقطع كتف تشوبي، وعلى النقيض الاخر مي تعبانه وحالتها عماله تزداد سوءا مع مرور الوقت. فوتشي بيقرب عليها وبيقول لهم انا شفتها وهي بتستخدم قوه غريبه، مما يعني انها واحده من التنسن، لكن ما تخافيش هعمل لك دواء يشيل الحمى اللي عندك، بس بشرط انك تقولي لي عن كل المعلومات اللي تعرفيها عن التنسن وكذلك عن نفسك. في الوقت ده بقى يا صاحبي جابيمارو بيجمع كل المنشين وتوما والبنت الصغيره وجانتي سوساي، بيقول لهم ذكرياتي رجعت والحمد لله، لكن الغرائز القتاليه لسه خامله ومش بكامل قواها، وعلشان كده انا مجمعكم النهارده كلكم كده بربطه المعلم هتهجموا عليا. جانتي سوساي بيتعصب جامد، بيقول لي توما امسك السيف بتاعي يا شبيه النسوان انت، وانا بايدي هكسر دماغه. توما بيهجم عليه بس بيعرف يتفادى هجومه، بيحاول اكتر من مره لكن اخرك فاضي يلعب، بيريحه على الارض. جانتي سوساي بيهجم عليه من ظهره ولسه هيديله احلى بلحه في دماغه، الواد بيقدر يتفادى هجومه بل وكمان بيطيره بعيد. وقتها الكل بيستغل الفرصه وبيهجم عليه، الواد الفنان بيطيرهم كلهم بعيد الا البنت الصغيره، والواضح كده ان جابيمارو بقى في مستوى تاني خالص. وبعد انتهاء التدريب توما بيرجع لجانتي سوساي بيطلب منه تعليمه مهارات السيف والقتال الخاصه بيه. جانتي سوساي عمال يهين فيه بشكل مش طبيعي، الواد بيتشجعه في لحظتها بيقطع شعره الطويل، بيقول له ده اكتر حاجه اقدر اعملها كدليل على صدق نيتي. جانتي سوساي اخيرا بيوافق على تدريبه وبيقول له تعالى ورايا يلا. وعلى الجانب الاخر تشوبي مش عارف يعمل اي حاجه مع التنسن اللي قدامه، مغربي له هجمات من كل مكان، والواد بيقدر يستخدم القوه الغريبه بتاعته، بالفعل بيقدر يتحول لشكله المهيب، الوحش اللي قادر على اباده من يقف امامه. بيهجم عليه بس بيصد كل هجماته، ولكن على مين يلا تشوبي بيقدر يقطع له دراعه، بيستغل انشغاله وبيهجم عليه وبيقدر يفرتكه ال100 حته. يخرب بيت العظمه يا جماعه، حتى التنسن كان مصدوم من قوته لان دي اول مره بشر يقدر يعمل فيها كده، وبعدها بيموت. شوبي يا دوب بياخد نفسه وبيلاقي قدامه التنسن رين، ومش بس واحد لا ده جيش من رين ملوش اول من اخر. المصيبه الاكبر ان طاقته استنزفت بالكامل وبيقع على الارض بلا حول ولا قوه، الواد بيقرب عليه وبضربه واحده بس بيريحه، الواد بيفوق بيلاقي نفسه في هدى غريبه. رين بتقول له انت جسمك ثمين فعلا، لان العمليه اللي المفروض تحولك لتان وتقتلك زادت القوه وانتصر التاو البشري بتاعك. الكلام ده طبعا حصل قبل كده زي ما احنا شفنا لما كان بيندمج مع الشجره. رين بتقول له كده انت المفتاح الاخير اللي هقدر انهي بيه ابحاثي، عبر اني امتص شويه من قوتك، ومش هقدر اعمل كده غير بموافقتك. بيقول لها انا موافق بشرط انك تجاوبيني على كل اسئلتي، الجزيره دي ومين هم التنسن. بتقول له كل حاجه بدات على الجزيره دي، حتى احنا التنسن كانت على ايد بشري واحد. ناسك مشهور بيعمل ابحاث مجنونه املا في الخلود، هو كان مقتنع بحكمه معينه ان كل حاجه موجوده على وجه البسيطه مكونه من التاو. الناسك المجنون ده اكتشف في الجزيره دي طريقه التلاعب بالتاو، اما التنسن فقدر يعملهم عبر انه مزج ودمج تاو الكائنات الحيه مرارا وتكرارا. بسبب كده تكون كائنات عشوائيه ملهاش اي 30 لازمه، لحد ما دمج تاو البشر مع النباتات وقدر يكون التنسن. وهم كائنات بيقدروا يتحولوا من ذكر لأنثى والعكس صحيح. بينتقل بين المشهد عند فوتشي اللي بيكمل شرحه بيقول الناسك دخل لهم يتدربوا في الجزيرة ديت لمدة 1000 سنة، ومش هيقدروا ان هم يوصلوا للخلود بتاعهم ده الا لما يعملوا عقار معين. هتسألني ازاي عرف كل الكلام ده؟ هقول لك عن طريق ماي. بيكمل كلامه بيقول لهم هم عاشوا 1000 سنة بسبب التان اللي بيشربوه كل سنة. التان ده بيتعمل من طاقة التاو المستخلصة من البشر، وبالمناسبة يعني بنكتشف ان الناسك المشهور ده اسمه شوفو. المهم بعد مرور شوية وقت دراع ماي بيتحول لشجرة. بتقول لهم انا لما بستخدم التاو بتحول لشجرة وما بقدرش اعالج نفسي. البت بتتيقن انها خلاص على شفير الموت، بتبدأ تقول لهم قصتها. بتقول لهم انا ورين كنا اول تلميذين عملهم المعلم شوفو. رين في البداية كانت طيبة ولكنها اتغيرت بعد فترة، بقت تعمل تجارب مرعبة وبشعة لأبعد الحدود، ولما حاولت امنعها عذبتني وخلتني اعمل حاجات ما كنتش عايز اعملها. ساعتها قررت اني اهرب من هواري وفعلا قدرت. في اللحظة دي الشجرة بيقول لها استخدمي التاو بتاعي، بيقنعها وبيقول لها انا كده هتحول لشجرة قريب، علشان كده انا عايز اكفر عن ذنبي، وانت اكيد عارفة ايه الذنب ده. بيقول لهم كل اهل قريتي تحولوا قبلي وبقيت انا لوحدي في القرية، ومع مرور كل سنة بخسر جزء معين من جسمي لحد ما تحولت لشجرة بالكامل ورحت علشان اموت جنب اهلي. ولكن وقتها لقيتك يا ماي، شفت فيكي بنت الصغيرة اللي ماتت. لطالما كنت بحاول اخفي وضمت شعور وجع خسرت البنت عبرك، انا كنت بستغلك يا ماي، وعلشان كده كنت برفض هروبك من الجزيرة. الدموع بتفيض من عيونه بكل حزن وندم وبيقول لها سامحيني، انا اللي غلطان اني ارغمتك على مجرد اكاذيبي وتعلقي البائس. ماي بتعيط هي كمان بس بتمسح دموعها وبتحضنه. بتقول له ما كانتش كذبة، احنا كنا عائلة حقيقية. الاتنين بيعيطوا بكل حزن وماي بتمتص وهي بتعيط، وقبل ما يموت بالكامل بتقول له وداعا يا ابي.
وعلى متن احد السفن البحريه بيكون موجود على متنها 4 من اليامادا و4 من النينجا من نفس قريه جابيمارو مع اتباعهم اللي بلغ عددهم 50 تابع. المدير بيكون معترض على قرار الرئيس الجديد وبيسال شوجن ليه في 2 معاك ما لهمش تصنيف. بيقول له الاول هو كيومارو يامادا، عيل صغير بس نينجا لم يتم ادراجه في التصنيف لصغر سنه. اما الولايه اللي جنبه دي فهي ايسوزو يامادا، وعلى الرغم من انها انثى بس شرسه وبتقاتل ببساله ومهاره ليس لها مثيل. سبب عدم تصنيفها هو شويه قوانين بسبب شغلها القديم للشوجن. اما من ناحيه شويه الاوباش من قريه نوراجاي فما تقلقش احنا هنقدر نردعهم بكل سهوله. لسه المدير هيكمل كلامه والواد الصغير بيقول له هي عجوز يا خرفان انت، تحب اوريك مهارات الطوفان. المهم واحد من النينجا بيخلع القناع وبيقول لهم لو كنتوا شاكين فينا فاختاروا اي شخص هنا وهيقتل نفسه كدليل على الولاء. كيومارو بيقول له انت، بدون اي تردد بيوافق. بيبدا يغني اغنيه غريبه وبيحط السيف في رقبته، مكمل جز فيها وتعمق وبيغني والمنظر حرفيا مرعب بشكل مش طبيعي. بعد ما بيموت في واحده تانية بتتولى مكانه. بنرجع بالزمن علشان نشوف شيخ قريه جابيمارو وهو بيكلم النينجا دول، بيقول لهم انضموا للبعثه واقتلوا جابيمارو. بنرجع للحاضر تاني والواد الصغير لسه مش واثق فيهم بجنيه. شوجن بيقول له معاك حق وبيأمره قائلا نعدموا كل مجرم عينكم تقع عليه. وبعد مرور شويه وقت بيوصلوا للجزيره، بيلاقوا قدامهم وحش عملاق. وعلى ناحيه اخرى شيون بيبلغهم بمجيء الشوجن والنينجا. جابيمارو بيسالهم هو الشوجن هيكون في صفنا؟ ساجري بكل براءه بتقول له اكيد. بنكتشف من كلام شيون ان الراجل ده احتمال يكون عنده نفس قدره شيون. بنرجع تاني للشوجن اللي بيدي سيفه لايسوزو، بيهجم على الوحوش وبوكس واحد بس بيقدر يفرتك دماغه. بنرجع تاني لجابيمارو، ساجري بتقول له احد ابشع الحاجات اللي عملها شوجن وهي لما تم القبض على زعيم عشيره الافعى، وهي عشيره حراميه وقتالين قتله حاولوا يستجوبوه علشان يفشي عن مكان رجالته لكنه كان رافض رفض تام. ساعتها جابوا شوجن وجز رقبه اتباعه 20 من رجال الياكوزا، بس هو في النهايه قلبه طيب جدا وبالذات مع طلابه. فوتشي بيفضحها وبيقولوا انه اول حب لساجيري، وشكل ايسوزو كمان معجبه بيه. المهم شين بيقول لهم ما توقعش انه هيقف معانا لانك اساسا قلت القصه وهي ناقصه جزء كبير، لانه قتل كمان عائلاتهم وشيوخهم وحتى اطفالهم الصغار. بنرجع بالزمن وبنشوف يوم الحادثه دي وهو بيقتل طفل رضيع حديث الولاده. الزعيم بيقول له مش لازم، ده طفل رضيع ومش هيقدر يعمل لك اي حاجه. بكل عجز بيكمل عياط. شوجن بيقول له لو سبته هيورث وسختك وهيبقى مجرم زيك. الراجل مكمل عياطه ومش قادر يستحمل المنظر، بس شوجن بيريحه من العذاب ده بانه بيقطع رقبته اخيرا. الكل بيخاف وقتها جدا لانه اقوى جلاد في العشيره بتاعتهم. بنرجع تاني لشوجن لما بيشوف جثه معلمه ايزن اللي رباه من صغره، بيعيط عليه بحرقه شديده وبيصرخ بكل ما اوتي من قوه. بيقول له انت ليه مت؟ انا لسه في اشد الحاجه ليك. ايسوزو بتهديه وبتقول له ما ينفعش كده. ساعتها فعلا بيمسك نفسه وبياخدوه وبيبداوا يصلوا عليه. فجاه بيترمي على النينجا شباكه وبيترفعوا لفوق. بتظهر مجموعه كبيره من الوحوش وواحد منهم دول بيصفر وبيجلب وحوش اكتر. واحد منهم بيحاول يهجم على شوجن، الاتنين بغضب شديد بيهجموا عليه. قوتهم مش طبيعيه وبيقدروا يقتلوه. الواد الصغير فعلا قوته جباره. النينجا بيظهروا مهاراتهم، كلهم بيهجموا على واحد من الوحوش وبعمل جماعي انتحاري بيقدروا يقتلوهم. شوجن خلاص خلص صلاه على الراجل وساعتها وحش بيهجم عليه. في ثانيه واحده بس بيقدر يقطعه الاجزاء، بعدها بيبدا يكسر في السيف علشان يخليه مسنن فيوجع اكتر، ومن كتر الحزن بيعيط بدل الدموع دم. اقسم ان اذيقنكم اشد انواع العذاب فتكا. وقتها واحد من خدامين التنسن بينزلوه، بيقول له تعالى يرحمك، بس ده الشوجن يلا. بعد كام دقيقه بيكون دفنه في الرمل، بيقطع له حته من وشه وبيساله حلفائك مين. لسه هيقول له لكن بيقطع له حته كمان. الواد مش راضي يرد ولا يقول اي حاجه. ساعتها واحد من النينجا بتتدخل وبتقول له سيبه لنا. وعلى الناحيه الاخرى شين بيقول لهم احنا لازم ننقسم لمجموعتين، مجموعه تسعى وراء الاكسير والثانيه تامن عودتنا. الاختيار مش بيكون عشوائي كده وخلاص، بيكون حسب نوع وسمه التاو لكل واحد. يوزوريها بتقول له بطل عبط، دخول عرين العدو يعتبر حاليا شبه انتحار. بيقول لهم فعلا، بس لو كنتوا هتيجوا معايا فخشوا الكهف ورايا. ما بيلحقش يبص وراه وبيلاقي الكل داخل معاه. فوتشي بيبدأ يخطط وبيقول لهم قلعة هوراي. القلعة دي بيسكن فيها التنسن ومحصنة جدا، وتحتها موجود بحر عميق مالوش أول من آخر. موجود كمان وحوش قوية جدا بتمنع الخروج من الجزيرة. طريقة الهروب بتعتمد على سرقة الإكسير بسرية تامة والهروب بسرعة عبر بوابة التصريف اللي تحت. المكان ده فيه سفن كتيرة جدا والوحوش دربت إنها ما تهجمش عليها، وبما إن سر نجاح المهمة التخفي فيوزوريها وجابيمارو بيشرحوا لهم تقنيات التخفي بتاعتهم. وطبعا التدريبات سهلة جدا. فمثلا جابيمارو بيقول لهم بالصلاة على
والنبي كده اخلعوا مفاصل رقبتكم، كسروا كتفكم ووقفوا نبض قلبكم بدون ما تموتوا. بيقولوا له انت مش انسان يلا. بيقول لهم ده اول تمرين اتمرنا عليه في قريتنا، وفي نهايه اليوم الكل تعبان ومش قادر يتحرك. على الرغم من كده بيقسموا الفرق وعلى كل مهمه 3 اشخاص. بنكتشف ان مي عايزه قبل ما تخرج من الجزيره تلقي نظره الوداع على المعلم شوف ورين وتسالهم هم ليه بقوا اشرار، وبعدها تخرج من الجزيره دي وتعيش حياه طبيعيه. جابيمارو بيتفهم كلامها وبيقول لها ماشي. على الجانب الاخر عند تشوبي عمل مراسم تولي منصب التنسين، من ثم رين بتاخده المعمل ابحاثها، وحسب كلام مي فالمفروض الاكسير يكون هناك. المهم بتقول له بما انك عندك قدره التجدد فمش هيحصل حاجه يعني لو قطعنا اجزاء من جسمك علشان نعمل عليك ابحاث. الواد ما بيقدرش يرفض لان قوته دلوقتي اقل منها بكتير. وفي مساء ذلك اليوم جابيمارو يوزوريها وساجيري بيتسللوا للقصر بالليل، معاهم طبعا باقي الشله الكريمه ولكنهم منقسمين لفرق. بندرك انهم لو قابلوا واحد من التنسن فخطتهم هتفشل. جابيمارو باقي فريقه بيقللوا التو بتاعهم وبينزلوا للقصر، بيغتالوا الحراس واحد ورا التاني بسريه تامه. بعدها بيفتحوا الباب علشان يخشوا القصر، ولكن المفاجاه انهم بيلاقوا واحد من التنسن قدامهم. طبعا هتقول لي هم ازاي عرفوا بوجودهم رغم انهم المفروض ما يكونوش هنا على كلام مي. هقول لك كل الحكايه وما فيها يا سيدي، ان تشوبي بيقدر يستشعر تاو اخوه توما، وده اللي خلاه يقول لهم انهم جايين، ويقول لهم كمان على خطه منعهم من سرقه الاكسير. وده طبعا كان بشرط واحد، انهم يقبلوا بتجنيد اخوه معاهم. ومش بس فرقه جابيمارو اللي ظهر لها واحد من التنسن، لا ده كل الفرق يا باشا. من هنا تبدأ الخطة البديلة، قاتلوا بكل ما أوتيتم من قوة. جابيمارو بيأمر ساجيري ومي بالهرب علشان يدوروا على الإكسير، أما هو يوزوريها فهيقاتلوا ران. يوزوريها بتقول له اشمعنى أنا؟ بيقول لها لأني بدونك مستحيل أكسب ران، لأن سمة التاو بتاعتي النار وهي أضعف من سمته اللي هي الماء، أما أنت فسمتك الأرض، ودي هي سمة التاو اللي تقدر تهزم ران. في الوقت ده مي بتقول لي جابيمارو المكان ده مش مكان الإكسير. جابيمارو ما بيلحقش يتصدم وبيلاقي ران بيهجم عليه، بيقدر يتفادى ضربته من ثم بيقيد حركة مي. الواد بيتعصب جامد، بيهجم عليه وعمال يضرب فيه يمين وشمال بكل شراسه. يوزوريها بتحاول تهجم عليه من ظهره بس بيصد هجومها وبيضربهم هما الاثنين. جابيمارو بيقوم من تاني وبيضربه بكل ما اوتي من قوه، ولكن بلا اي فائده ترجى، بل وكمان بيرزع في الارض. ساعتها بيقرر يستخدم كل ذكائه، بيهجم عليه بدقه وبيقدر يوقعه على الارض. في وسط كل ده رين كان قاعد بيخطط لكل حاجه، بيقول انه تم وضع كل تنسن عنده الافضليه على الفريق اللي هيواجهه. فعلى سبيل المثال جوجين ضد شيون لان عنده سمه الماء، فده بيخليه ما عندوش اي فرصه ضد جوجين. وكذلك عند فوتشي وجانتي سوساي هيواجهوا الاخوين تاوفا وجوفا، وطبعا معاهم تشوبي علشان يقنع اخوه توما بالانضمام ليهم. بنرجع تاني للقتال جابيمارو مع ران. الواد ملامح وشه بتتغير. ران بيقول لي جابيمارو تعالى لي يا صاحب الموهبه. بيقول له موهبه ايه؟ دي عصاره خبرات وتضحيات لم تكتسب الا بسفك الدماء. جابيمارو بيهجم عليه. ران بيقلل من التاو بتاعه لانه اخر مره استغل التاو بتاعه في الهجوم عليه، لكن شربتها يا كيروديا. يوزوريها اخيرا بتظهر وبتقطع النصين، لسه هتهجم عليه من تاني بس جابيمارو بيودي. ران بيقول لهم انا هناولكم شرف اني اقاتلكم بكامل قوتي، وبيتحول لهيئه وحشيه. وعلى الجانب الاخر رين بيبلغ المعلم شوفو باكتمال نواة الاكسير، بس لسه هينموها باستخدام التاو عالي الجوده من اللصوص البشريين اللي موجودين على الجزيره. بعدها هينطلقوا للعالم البشري. وعلى ناحيه اخرى ران بيتجنن خلاص، عمال بيلوش فيهم من كل مكان ومحدش قادر عليه. بيهجم على جابيمارو بضربه بيتكسر بيه الجدران. الواد مرهق ومش عارف هيعمل ايه. في تلك الاثناء مي وساجيري بيدوروا على الاكسير. مي بعد ما سمعت صوت القتال كانت عايزه ترجع، بس ساجيري بتطمنها وبتقول لها ما تخافيش جابيمارو هيقدر يهزمه. في الوقت ده جابيمارو بيكون متدشمل بالمعنى الحرفي، وقتها بيسيبه علشان يقتل يوزوريها، والبت بتقرر تاخده وتطلع تجري. مكمل جري وراهم وبيهجم عليهم خلاص هيقتلهم، لكن جابيمارو بيصد هجومه. قوة الران أقوى منه بكتير وبيشق صدره، بيرمي على الجدار ومض عينه عمال يختفي وخلاص شكله كده فارق الحياة. بيقول لأ أنا مش عايز أموت دلوقتي، أنا عايز أرجع أشوف مراتي من تاني. في تلك الأثناء عند تشوبي بيعرض على أخوه الانضمام ليهم، وعلى عكس المتوقع جانتي سوساي بيقول له بكل برود يلا يلا روح عند أخوك، وكذلك فوتشي نفس الكلام. توما وقتها بيقرر التعاون معاه، بيطلع السلم بكل تردد، بس أول ما بيوصل فجأة ملامح وشه بتتغير هو وأخوه. في ثانية بيقطع وش الاتنين، وأحلى دويتو ده ولا إيه؟ طبعا هتقولي إزاي يا عم كيرلي عرف إنه بيكذب؟ طيب هقول لك الحكاية وما فيها يا سيدي، إن ضفيرة شعر تشوبي كانت مفكوكة، ودي إشارة لإنه بيكذب. المهم تاو فرح
راسها بتتجدد من تاني وبتقرر انها تقتل جانتي سوساي وفوتشي. اما اخوها جوفا فهيقتل الاخوين. جوفا بياخد وضعيه الدفاع والاخوين بيهجموا عليه. جه يتفادى ضربتهم، فجاه الاثنين اختفوا وبهجموا بغيتا كان خلاص تشوبي هيقتله. الاثنين عمالين يضربوا فيه بكل براعه، وبعد العديد والعديد من الهجمات تشوبي بيخترق دفاع جوفا. اخوه بيستغل الفرصه وبيقدر يقطع راسه. خلاص كده مات؟ لا طبعا. بيهجم عليهم بهجمات لا تعد ولا تحصى من التاو. تشوبي بيبعد توم عن الهجوم وبعدها بيهجم عليهم هما الاثنين. ضربات من هنا وهناك وعمالين يحاولوا يضربوها، لكن الوقت سريع جدا. جوفا بيرهق وبيتحول لانثى. بيستغل تشتت تشوبي وبيهجم عليه بهجمه مباغته وسريعه، ولكن بيقدر يتفاداه. فجاه توما بيقطع وشه. بينتقل بينا المشهد تحت عند جانتي سوساي. البت بتكون سريعه جدا وبتهجم عليه بوكس علشان لود بيوديه اسيوط بالمعنى الحرفي. فوتشي بيقطع ايدها وساعتها جانتي سوساي بيقوم من تاني. بيقول لها تعالي يا روح تهاني، ده انا لو قتلتك اكيد هخلد في التاريخ. الاثنين بيهجموا عليها بس وقتها بتتحول للبيج رامي وبتصد ضربتهم. فوتشي بيعمل الحركه الاولبيه وبيقطع رجليها. البت بتتعصب عليهم وبتطيرهم بعيد. جانتي سوساي بيحاول يهجم عليها من تاني بس بتهجم عليه وبتوقعه على الارض. بيقول لها المعركه لسه ما خلصتش يا روح امك، بعدين ما تستني، ما انت مستمتعه باللي بتعمليه اللي هو عباره عن تعذيب الناس ل1000 سنه. بس الغريب ان ملامح وشها بتتغير من البت العبيطه الهبله لملامح جديه وحزينه. بتقول له مفيش متعه في اي حاجه من دي، تخيل تكون حياتك كلها عباره عن تدريب واكل ونوم لمده 1000 سنه. تخيلت العذاب والملل اللي انا فيه، علشان كده انا بضحك علشان ما اتجننش، او انا بضحك لاني خلاص اتجننت. بتهجم عليهم بالتاو وبتوقعهم على الارض. فوتشي بيقوم وبيقول اكتشاف مذهل، مرحله جديده في دراسه علم الطب والاحياء. انا لازم ارجع تاني لبلدي علشان اعرفهم بالمعلومات الجديده دي. اما جانتي سوساي كل اللي في باله ان القتال ابتدى يولع. جانتي سوساي بيهجم عليها واخيرا وبعد طول انتظار بيقدر يشوف التاو وهو جاي اتجاهه. بيتفاداه وبيقوم قاسم وشها، ما بيلحقش يفرح وبيلاقي هجوم مباغت مريحه. ساعتها بيفتكر شيء انه هو بيعلمهم التاو. بيقول لي فوتشي والعجوز سبب عدم قدرتكم على استخدام التاو هو انكم بتعتمدوا بس على حاسه نظركم، لازم تطلقوا العنان لحواسكم الباقيه. توفى خلاص هتقتل العجوز جانتي سوساي، ولكن ساعتها تشوبي بيدخل بيبعدها عنه وبيكمل قتال معاها. البت بتمسكه وبتعمل عليه هجوم معين بيصيبه جامد. جانتي سوساي بيقرر يلحق صاحبه بكل جراءه وتهور. بيخلع عينه الثانيه والاولى متغميه بالدم. بيقدر يشوف الدنيا كلها على هيئه التاو. في لحظتها بياخد فوتشي وبيطلع يجري. بيتفادى كل ضرباتها وهو شايله. لسه بيقول له يا فاجر، بيلاقي الواد بعين واحده. سحقا يا جماعه. بنرجع بالزمن لأكتر من 10 سنوات لما كان العجوز جانتي سوساي لسه شاب في كامل قواه. بيتدرب طول اليوم أملا في الحصول على القوة العظمى، لكن لما كان بيواجه المعلم بتاعه كان بينهزم بكل سهولة، على الرغم إنه أنحف وأبطأ منه بكتير. وقتها قال له كلام كتير مش مفهوم. الراجل ما كانش فاهم منه حاجة وقال يمكن العجوز خرف. ومع مرور السنين قعد يقاتل ويهزم أقوى السيافين في العالم، ومع الإنجازات الضخمة دي ما بقاش قادر يشوف نفسه كويس. بنرجع تاني للحاضر. جانتي سوساي بيفهم جزء من كلامه، بيقدر اخيرا يشقها نصين. ومع ذلك البت ما بتموتش. الواد بيخش في طور الجنون ويا قاتل يا مقتول. المعركه اتحولت من معركه قوه لمعركه استنزاف. فوتشي بيقول لو المعركه كملت على نفس الوتيره فاكيد مش هيعرف يهزمها. طبعا هتقولي ليه؟ هقول لك بكل بساطه انهم ما يقدروش يهزموا التنسن الا لو كان في عنصر مثبط لسمه التاو الخاصه بالتنسن اللي قدامهم. فعلى سبيل المثال توفى سمتها الخشب وفوتشي المعدن، وده العنصر المثبط للخشب. بيقرر انه يساعده وبيجري عليه كل سرعته وبيمسك توفى. بيقول له انا واثق فيك، يلا اقطعها نصين، ولا انت يا عجوز شكلك فقدت مهاراتك. بيتعصب جامد وبيقول له مين اللي فقد مهاراته يلا، وهوب قسمها نصين. بينتقل بين المشهد عند جوفا. شو بيقول كده القتال مش هينتهي ولسه هيتحول. اخوه بيمنعه وبيقول له هنقدر عليه سوا يا تشوبي. ما بيلحقوش يكملوا الجمله وبيلاقوا ايد توفى نازله من السقف. الاتنين بيمسكوا ايد بعض وبيندمجوا سوا في صوره وحش مهيب ممثل لرمز الحب. بنرجع بالزمن علشان نشوف الماضي بتاعهم. فالاتنين اتولدوا سوا وفي نفس الوقت، بس كانوا مختلفين عن الباقي لانهم كانوا بيخافوا من الوحوش اللي موجوده على الجزيره عكس باقي التنسين، وحاجات كتيره كمان تبين انهم لسه محتفظين بمشاعرهم. لكن دوام الحال من المحال. في يوم من الايام ريم بتجمعهم كلهم، بتدي كل واحد تخصص في التاو علشان يتمرن عليه. بس تخصص توفى وجوفا كان اصعب تخصص فيهم واكثرهم قسوه. من اليوم ده ريم اتغيرت وبقت مرعبه وشريره لاقصى الحدود، وكذلك احنا التنسين.
في الوقت الحاضر الوحش بيصرخ فيهم، صرخته بس هزت المكان باللي فيه. شوبي بيتشجع وبيرمي عليه سيفه لكنه بيتفادى هجومه، وبيجي السيف في السقف بيكسره. ما بيلحقوش يفكروا، بيقوم رامي عليهم زهور شكلها حلو بس سامة. وقتها شوبي بيستخدم كل قوته وبيتحول لهيئته الوحشية، بيهجم على الوحش وبيجرحه جامد في صدره. ساعتها بيطلع التاو بتاع جوفا وبيهجم بيه على تشوبي، بيخرم صدره. ماسك فيه ومش حله، عمال يكسر بيه المباني. وتشوبي وقتها وقع على الارض، وقع وهو مدرك حجم خطورة الموقف اللي هم فيه. فوتشي بيقول لهم مستحيل اي حد فينا لوحده يقدر يهزمهم، لكن باتحادنا هنقدر نكسبهم. وطبعا جانتيسوساي وتشوبي عندهم رأي مختلف. المهم فوتشي ابن اللعيبة بيقدر يقنعهم انهم يتعاونوا لهزيمة الوحش الجبار دوت. الوحش بيضربهم بهجمات من كل مكان. شوبي بيفعل قوته وبيصد ضرباته بكل ما اوتي من قوه، وعلى الرغم من كده الوحش بيهجم عليه من جنبه، لكن اخوه بيصده وبيمسك ايد فوتشي وبيجروا اتجاه الوحش، بيسيبوه في صدره بضربه مزدوجه. فهم لما بيمسكوا ايد بعض التاو بتاعهم بيقوى، فده بيخليهم يقدروا يسيبوه ويقللوا من سرعه شفائه. لسه هيهجموا عليه من تاني، العجوز العبيط بينط علشان يضربه، بس في النهايه بيقع في الميه. بيطلع من تاني وتشوبي بيقول لهم بطلوا عبط، لان احنا لازم نتحد ونقاتل بتناغم علشان نقدر نهزمه. الخطه عباره كالاتي: تاو وفوتشي هيحاولوا يخلصوا على تاوفا، اما العجوز وتشوبي هيستهدفوا الواد جوفا. العجوز بيقول له: إيه اللي يخليني اسمع كلامك يلا؟ ساعتها بيبدا يطبل له وبيقول له: السياف الفجر اللي مفيش من امه اتنين، بيدب الرعب في قلب عدوه قبل اخراج سيفه من غمده. ايوه طبل يا حبيبي طبل. العجوز بيعجبه الكلام وبيوافق على خطته. ما طبعا القتال بيبدا والاحتدام عالي، ضربات من هنا وهناك والكل عمال يحاول يهزمهم، لكن دفاعهم بيكون محصن جدا ومش عارفين يضربوهم. العجوز بيقول لي: فوتشي وتاوما انا هفتح لكم ثغره وانتوا هجموا. عمال يقطع فيه هو وفوتشي، وفجاه العجوز بيتخرم من كل مكان بس ما بيهموش. فوتشي بيوصفه بانه وحش ضاري، واثناء سرحانه وتشتت فكره في شويه زهور بتهجم عليه. توما بياخد الضربه مكانه وبيقول له: ما تركز يلا. بيقطع كلامهم زعيق العجوز ليهم بانه دلوقتي هيفتح لهم الثغره، وهوب قطع نصين. فوتشي وتاوما بيهجموا على نص تاوفا، وتشوبي على نص جوفا، واخيرا بيقدروا يقطعوا التاندم بتاعهم. ده خلاهم ينفصلوا عن بعض ويرجعوا لهيئتهم من تاني. بنشوف تاوفا وهي بتغرق في الميه، بتحاول بكل قوتها انها تنجو، ولكن فوتشي بيقرب عليها وبيحضنها. ايوه خلاص استسلمت للموت. جوفا بيشوفها وبيزعق باسمها. تشوبي بيقرب عليه بيقول له: مش وقت حنحانها يا روح امك. وقتها بيطلع ازازتين من بطنه وبيرشهم عليه وبيموته. على الناحيه التانيه عند ساجيري بيظهر لهم واحد من التنسن، بيقول لهم: لو ما ازعجتونيش مش هقتلكوا. بنكتشف انهم دلوقتي في قصر رين، والغريب ان رين مش موجوده. التنسن او بالاحرى جويفا بيقول لها رين مشيت من الجزيره. ساعتها ساجيري بتنزل على ركبتها وبتقول: احنا مش عايزين نقاتل، وفي العموم احنا اسفين على اقتحام جزيرتكم، ارجوك خلينا نمشي من الجزيره. ابو الشوجن على اليامادا على الاكسير مش عايزين امه، المهم اننا نخرج من هنا. جوي بيقول لها: مفيش مشكله، لكن مفيش فايده من رجوعكم. فبيستغربوا جامد. بيقول لهم: هوضح لكم الموضوع من خلال اوهام من التاو. بنشوف رين دلوقتي وهي تحت الجزيره، معاهم جنود كتيره جدا بيحملوا الملايين من الحشرات السامه القاتله اللي تسببت في قطع ايد العجوز جانتيسوساي. موجودين على سفينه كبيره جدا هيطلقوهم في الهواء للقضاء على جميع البشر. هتستغرب وتقول لي ليه يعني؟ هقول لك: علشان يمتصوا طاقه كبيره جدا من التاو ويستغلوها في انشاء التاني المثالي. سحقا يا جماعه، هينهوا البشريه كلها علشان مشروب هيتشرب في طرفة عين في سبيل القوه المطلقه، مما يعني خلاص ان الاوان فات من زمان على الاتفاق، وبدات معركه استنزاف لاخر نفس. وده فعلا اللي بيحصل عند شيون اللي قتل جوجين اكتر من 200 مرة، وده تسبب في ارهاق شديد جدا للاتنين. جوجين بيقول له: انت مالك يالا، انت مجنون، انت ما زهقتش. بيستخدم اشلاء المقطعة في الهجوم عليه. شيون بيقطعها كلها بضربة واحدة، وهوب بقى قدامه وجرح له التندم بتاعه. ما اكتفاش بكده ورمى عليه جزء مكسور من سيفه. الواد بيتجنن منه، بيحطوه بالاشلاء مرة تانية ونفور الدم ضربت في المكان. بس ده مش دمه، لا ده دم الاشلاء. جوجين بيقع على الارض زي الكلب وهو مرعوب منه. شيون بكل فخامة بيقرب عليه، لكنه بيغدر بيه وبيحاول يهجم عليه من ظهره بالتاو. بس على مين؟ ده شيون يلا. بيقدر يتفادى هجومه، ومع الاسف الواد بيهرب وبينط في الميه. في اقل من ثانيه بيطلع من تاني بهيئته الكامله بدون ولا اصابه. واثناء ما هو بيتكلم عن قد ايه هو فاجر، بيحول اجزاء من جسمه لهيئه وحشيه. نوراجاي وشيون عمالين يحاولوا يضربوه لكن مش عارفين. هنا بنعرف ان شيون ما اتولدش اعمى، لا امه كانت فنانه متجوله بتعمل عروض، لكن ما كانتش جايبه همها، معهاش فلوس تاكل هي وابنها.
وقتها قررت تعمل له ندبات على عينه وتعميه، وكل ده علشان يعملوا عروض عبارة عن طفل أعمى بيتفادى ضربات الزبائن بالسيف. وبعد ما كبر شوية أمه خدته لعشيرة اليامادا وقعدوا يتذللوا لهم علشان ينضم ليهم. قالت لهم قصة كدب من دماغها خلتهم يوافقوا على تدريبه. مرت سنة ورا سنة لحد ما كبر هناك وبقى معلم، بس المشكلة انه دايما كان حاسس بالخزي، بيخفي ماضيه الاسود بكل الطرق على عكس تنزا اللي كان فخور جدا بماضيه، فكان بيغير جدا منه بسبب كده. بيهجم على جوجين وما بيقدرش يضربه، لسه هيقول له مش هتقدر تهزمني، بيقول له بطل كدب بقى، مظهرك وقدراتك دلوقتي مش اكتر من تهديدات مزيفة. بيقطع له دراعه وهوب غرز السيف في بطنه، بعدها قطع له كل اطرافه ودب السيف في التاندم بتاعه. بنكتشف انه لازم يفضل مثبت سيفه فيه، ولكن جوجين بيغرز في اجزاء من جسمه، وكل ده علشان يمتص التاو بتاعه ويموته. نورا جاي بتقول له انت كنت دايما بتفكر بطريقه منطقيه وبتاخد القرارات الصحيحه، ده حتى في موت تنزا خدت القرار الصحيح. بيقول لها يا ريتني ما خدت القرار الصح وقتها، يا ريتني كنت رجعت تاني وقاتلت معاه، لاني وانا بهرب كنت شايف نظرات الندم والحزن في عينه. بيزعق لها جامد وبيقول لها هربي يا نورا جاي. ساعتها بتتوتر وبتنفذ اللي قاله، واثناء ما هي بتجري بتقع على الارض. بتفكر ترجع تاني، واللي بيشجعها اكتر ان شبح تنزا بيظهر قدامها، بيمسك سيفها وبيقول لها انت عارفه هتعملي ايه صح؟ وقتها بتاخده منه بكل شجاعه وبتطلع تجري على شيون، بتنط عليه وبتبعده عن جوجين وماسكه فيه ومش راضيه تسيبه علشان ما يرجعش تاني. بتقول له سيبه خلاص لان اقل مده هيتعافى فيها التاو بتاعه هو يوم كامل. بيقول لها تبقى فرصه نقتله فيها. البت بتقول له غلط، المفروض نستغل الوقت ده ونساعد باقي الفرق. بيعترض على كلامها لانه عايز ياخد حق تنزا. بتقول له انت فاهم غلط، لان تنزا ابتسم ابتسامه لطيفه وحزينه، بتنط في حضنه وبتفضل تعيط. بيقتنع بكلامها وبيقرروا انهم يروحوا لمساعده باقي الفرق. على الجانب الآخر عند جابيمارو كان بيلفظ أنفاسه الأخيرة، بيبدأ يشوف ذكريات حياته لما كان شغال بعد ما اتجوز. بطل يقتل الناس عند عدم الحاجة. وقتها واحد من صحابه قال له مالك يا صاحبي، بطلت تقتل على عكس العادة يعني؟ الله يرحم لما كنت بتقتلك في المهمة الواحدة أكتر من 100 شخص. الوقت شك إن الجواز ليه إيد في الحوار، لكنه بيقول له مش الجواز لوحده هو اللي بيغير كل حاجة. بعدها بيرجع لبيته، وأول ما بيفتح الباب مراته يوي بتقول له أهلا أهلا يا زوجي العزيز. بتتبسط بسبب إنه رجع سالم بدون أي إصابات، وكالعادة دوام الحال من المحال. بيتم استدعائه من الشيطان شيخ القرية وبيكلفه بمهمة قتل فردية. بيخلص مهمته بسرعة وبيرجع للبيت. بيقول لمراته ما تقربيش علشان شكله وشي هيرعبك. ما بيلحقش يكمل الجملة وبتفتح الباب وبتحضنه. بتقول له مهما كان شكل وشك فانت زوجي العزيز. بينقطع حبل ذكرياته بالحاضر. جابيمارو بيغرز النتة دي في ايده، وفي لحظتها كل جراحه بتتعالج، وعينه بتتحول للون الاسود. كما رأيت لقد تخلى عن إنسانيته لكي يكتسب قوة تساوي قوة التنسن. بنكتشف إن قبل مدة صغيرة مي بتقول له إنه لما يندمج إنسان مع زهرة قدامه احتمالين، يا إما تاو الزهرة هيفوز يا إما التاو البشري هيفوز، وقتها بس هيكتسب قوة تساوي قوة التنسن، لكن دي احتمالية ضئيلة جدا، وده اللي حصل بالظبط لتشوبي. بتلاحظ إن جابيمارو عايز يعمل كده، فبتنبهه إنه كده هيموت، لأنها بتحتاج ظروف معينة تعلي من نسبتها، زي إنك تكون على شفير الموت. بيرمي كلامها في الزبالة وبياخد النبتة في التيشيرت بتاعه. وفي الحاضر جابيمارو بيتفادى هجومه وبيلف محور جسمه، ولكن على الفاضي. بياخد ضربة بترقده والوحش ما بيكتفيش. بيرزعه شلوت بيدمر بيه الأرض وبيقوم من تاني. بيجري عليه وبيضربه في رجله وبيتفادى هجومه من ثم بيولع فيه. يوزوريها بتقول له انت غريب يلا، بتقاتل بعد ما مت، دي أول مرة أشوفها دي. وعلشان إيه يعني؟ علشان حاجة مش متأكد إنها أصلا موجودة. كل ده يخليني إني ما قتلش شخص أنا متأكدة إني مش هقدر أهزمه، لكن لو قطع لي هدومي اللي أنا بحبها يبقى يستاهل الموت 1000 مرة. يخرب بيت الروقان يا جدعان. جابيمارو بيعمل هجمات كتير جدا بتشتت تركيزه. يوزوريها بتستغل تشتته ده وبتوقعه على الارض. الواد لسه هيهجم عليه، لكن الوحش بيدب ايده في صدره وبعدها بيرميه عليها. رام بكل غرور بيقول لهم اسلوبكم الضعيف وطريقتكم الهمجيه مستحيل تقدر تهزمني. وقتها جابيمارو ويوزوريها بيبداوا الشغل الصح بعمل جماعي فتاك، بيهجموا عليه من كل حته امل انهم يفتحوا ثغره، وكل ده كان بلا اي فائده ترجى. لكن ده عند امك يلا. هوب هيئته الوحشيه تم كسرها. بنكتشف انه بعد ما بتخلص الهيئه دي التاو بتاعهم بيقل جدا لدرجه انه بيكون اقل من تاو البشر. المهم يا جابيمارو بينادي على يوزوريها وبيقول لها يلا اقتليه. رام بيهزأ بيه، بيقول له مش هتيجي علشان اهم حاجه عندها هي حياتها ومصلحتها الشخصيه. بتقول له انت فاهمني غلط يابا، في حاجات اهم من الحياه يا عبيط. وهو بيتنط في السماء وبهجمه دقيقه ومركزه بشكل جبار بتقسمه نصين. يا نهار ابيض يا جدعان. واخيرا وبعد ساعات من القتال انتهى خطر ران.
بعد المعركة يوزوريها بتتظاهر قدام جابيمارو انها كويسة ومش مصابة، وبعد ما بيمشي بتضمد جراحها وساعتها بتقول اسفة يا سايا، اختك الكبيرة حاولت بجهد علشان نعيش احنا الاتنين، ولكن دي ممكن تكون هي النهاية. بتفتكر لما اختها قالت لها لما تعاني فكري في الحاجات اللي انت بتحبيها. وعلى النقيض الاخر بتوصل اخبار موت جوجين وران ليجوي. ساجيري بتقول له مش كفاية بقى، انت مش زعلان على اصحابك ولا ايه؟ بس بيقطع كلامهم صوت تكسير ودك في كل مكان. ايوه قد حضر العو، المنقذ القادر على إبادة جيش لوحده. أيوه شوجين وصل، ولكن شوجين مش موجود لوحده، لأ ده جند الوحوش موجودة هي كمان. يا نهار أبيض. على الناحية التانية عند الرايق فوتشي بعد ما غسل هدومه هو وتوما والعجوز جانتي سوساي بيظبط له ربطة عينه، فتشوبي بيقول لهم بطلوا عبط. بيبدأ يقول لهم على كل اللي يعرفه بأنه وحش ضخم على هيئة شجرة بيمتص طاقة التاو اسمه البانكو، ومن كلامه بندرك ان رين قاسية جدا لدرجة ان لما تشوبي سأل رين ايه اللي هيحصل لو التنسن ماتوا وسط الحرب اللي جاية ديت، ردها كان مستحيل، وحتى لو حصل فيولعوا. واثناء كلامه معاهم بيحسوا بهزة عنيفة وصوت تدمير في كل مكان. بينتقل بين المشهد وبنروح عند شيون اللي بيوعد نوراجاي بانه هيحميها وهيرجعها للبر الرئيسي مهما كلف الثمن، بل وكمان هيوديها المكان بنفس تضاريس قريتها علشان ما تفضلش هربانه في المدن. وفجاه الحيطه بتتكسر قدامهم، بيشوفوا وش نينجا واحد، وبعد ثواني معدوده بيبقى في كميه مهوله من النينجا. هتسالني دلوقتي وتقول لي ازاي ليهم الحق انهم يقتلوا الاسايمون؟ هقول لك ان المجنون شوجن قال لهم يقتلوا اي مجرم او اي حد بيدافع عن مجرم او اي اسايمون خاين بيلطخ اسم العشيره. في الوقت ده بنشوف جابيمارو اللي في ثانيه بيقوم وبيقتل كل النينجا اللي حواليه في ثواني. وستوب هنا لحظه، لازم تعرف يا عزيزي ان اسم جابيمارو ده في عشيره بطلنا بيمثل اقوى واحد في العشيره، وهو اللي بيمثلها قدام الناس. فلما بيموت الشخص اللي حمل اللقب بياخدوا التاني اقوى واحد وراه، والشخص ده هو شينيا اللي بيتكلم مع جيكا اللي سايب الدنيا كلها وقاعد مش بيعمل حاجه. بيقول له انا عارف انكم عندكم اهداف خفيه ورا كل ده. وقتها بنشوفه في شيخ القريه قبل المهمه هو بيقول له اقتل جابيمارو الخاين وخد منصب الجابيمارو ليك، رجع لنا رمز عشيرتنا، رمز قوتنا اللي هو الخوف. وعلى النقيض الاخر عند رين تحت المقر الرئيسي جوي بيبلغوا بموت جميع التنسن ودخول اعداء اقوياء جدا للقصر. بيقول له خلاص قلبوها حرب شامله على دماغهم وجهزوا نفسكم، قاتلوا بكل ما اوتيتم من قوه، ما يهمكمش عدد الخسائر ولا حتى سير الحرب، اهم حاجه انكم تكسبوا الوقت. ويا دوب بيفتحوا الباب هوب المعركه بدات، قتل من هنا وهناك والدم هيملى المكان. وعند شين ونوراجاي عاملين احلى دويتو، شيون بيقاتل وهي بترشده على الطريق بسبب رؤيتها الليليه الجباره. نرجع تاني لتشوبي وقت فريق، واثناء هما بيجروا جانتي سوساي بيقول لهم ان دلوقتي هما مش في معركه، هما في حرب بحق وحقيقي، والفرق ما بينهم هو ان الحرب اللي بينجو منها هو صاحب الحظ السعيد. وعلى الناحيه الاخرى بنشوف قوه شوجن المدمره، بيخش على مجموعه من الدوشي وحرفيا بيقطعهم لاشلاء تتطاير في السماء. في الوقت ده النينجا بقيادة شينيا بيوصلوا لمكان رين، شين لسه يتفاوض معاه بس بيأمر الدوشي بقتلهم بكل تكبر. بحركة بسيطة من ايد شينيا بيقدر يولع في الدوشي، ومن ثم بيقول للنينجا ولعوا في القوارب ما عدا واحد، اما الحثالة ده سيبوا لي انا. وعندي ساجيري بتحمي مي وبتبدأ تقاتل النينجا، من كتر الفجر يا اخي ما طلعتش سيفها من الغمد بتاعه، لكن فجأة بيتم الهجوم عليها من ظهرها، بتقدر تتفادى الهجوم بكل سرعة ورشاقة ملهاش مثيل، ما بتلحقش تفكر هتقتلهم ازاي، وبنلاقي احلى تسجيل حضور لعزف الناي. ايوه يوزوريها. ساعتها ساجيري بتاخدها بالحضن وبتقول لها وحشتين يا بت. بيقعدوا يتكلموا مع بعض شويه بس تتقطع اللحظه السعيده دي بدخول ايسوزو. بتكون مبسوطه لحد ما بتشوف يوزوريها، بتفتح سجل المجرمين وبتلاقي يوزوريها من اكثر 10 مطلوبين. ساعتها بتقول لي ساجيري قدامك خيارين، يا اما تنضمي لينا بس تسيبي يوزوريها ونقتلها، يا اما تتفضلي معاها ونقتلكم انتوا الاثنين. وكذلك بيحصل نفس الحوار مع باقي الفرق ما عدا فرقه فوتشي وجانتي سوساي اللي بيظهر لهم الكابوس الاكبر شوجن، لدرجه ان جانتي سوساي بيقشعر من كتر الخوف. اما عند جابيمارو مكمل جري وتقتيل في كل اللي بيجي قدامه. والمفاجاه الكبرى ان رين اتحولت لهيئتها الوحشيه الفتاكه. هوبا بابا. وإلى هنا يا صديقي ينتهي الموسم الثاني من جنة الجحيم. تفتكر ايه هو مصير جابيمارو وباقي المجرمين بعد الانقلاب الأسطوري اللي حصل؟ هل رين هتفتك بيهم بعد تحولها الرهيب؟ هل شوجن هيفضل على رأيه بقتلهم كلهم؟ وهل يا ترى النينجا الأسطوري هيرجع لمراته من تاني؟ ده اللي هنعرفه في الموسم الثالث لما ينزل إن شاء الله. مروق عليك بفيديو تقيل اهو، انزل اخبط لايك كيرلي جمدان، وتذكر دوما أنه إن كان لنا بقاء فإلى اللقاء.